يا ابني انت بيتلعب بيك بقوة عمرك ما هتعرفها ولا هتستوعبها. اللي بتجري ورا كلامهم دول وجابوك لحد هنا هيخلوك تحبهم وتفتكر نفسك مميز، بس بعدها هيفشخوك. اوعى تفتكرهم بيرحموا ولا عندهم ذرة رحمة، مش هيرحموك. اوكي معاك الفيب. الشاي بتاع ده مهما حطيت فيه حاجة بتفضل سخنة. وحشتني يا نمس، وحشتني يا جدع، وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا بابا. عارف طبعا ان انا متأخر عليكم، وعارف ان انا نسيت اقول صبا مساء خير عليك يا جدع، اديني قلت اهو. وعارف ان احلى حاجه في الدنيا لما الواحد ما يهريش، بس اللي اقدر اقوله لك يا جدع كان في فتره في حياتي كده كانت حياه عاديه ما بين الشغل والبيت والكباريه والشغل، وبين الاهل وبين خناقات الصحاب والكلام ده. يعني اكيد كلنا عندنا المود ده، يعني مش جديد. بس كان في شيء منغص عليا حياتي، مبهدلني، مخليني بص عمال افكر بس، رغم ان هو في الاول كده ظاهريا تحسه ان شيء طبيعي، بس لو اتكرر كتير بيضايق. كنت بحلم يا جدع، شفت شيء طبيعي زي اي بني ادم. المهم بقى كنت بحلم بايه؟ كنت بحلم باوضه صغيره محندقه كده، كانها فوق سطح مثلا. الحيطان بتاعتها لونها صفرة كده، عارف اللون الاصفر اللي بيعدي عليه الزمن، لما الحاجه يعدي عليها الزمن كده تلاقي لونها اصفر، هو كان اللون ده. وكانت الحيطان كلها مشققه كده ومتلطخه بزيت اسود او دم متجلط، اي حاجه سودا وخلاص. بعيدا ان الاوضه كانت مكركبه بعفش وحاجات مكسره وحاجات في كل حته كده. وفي نص الاوضه دي كان في سرير، السرير ده كان عليه طفل، بس الطفل ده مربط من ايديه ورجليه كده، فاهمني اللي هو متربط، مش عارف مصدر الربط فين يعني، مش هو مربوط من ايديه ورجليه بس معرفش الحبال راح لحد فين. وكان في واحد في نص الاوضه واقف على طرف السرير كده وماسك كتاب في ايديه وعمال يقرا منه وبيقول كلام انا مش فاهمه او مش مسموع، وتحس ان هو كانه بيعذب الطفل او بيزعق له. وفجاه بلاقي الطفل ده حركات جسمه بتبقى غريبه وعظم جسمه بيتكسر بشكل مختلف، وعينيه عماله توسع والنن بتاعها بيسود كده على خفيف. الراجل اللي على طرف السرير اول ما بيحصل كده بيجري يمسك راس الولد ده ويبتدي يقول برضه كلام بزي كده مش مسموع ومش معروف ايه هو. وفجاه بلاقي الطفل عمال يرغرغ من بقه كده وبينزل دم، بس دم اسود. وفجاه بحس ان الزمن اتوقف في الحلم، يعني الزمن كله وقف، وبلاقي الطفل ده رقبته بتلف وبتبص لي، واول ما عينيه بتيجي في عينيا اللي بيقول لي هقتلك. ودايما في المنطقه دي بعد الكلمه دي بصحى من الحلم ده كان بيتكرر كتير جدا عندي، وبدون دخول في تفاصيل هتلاقي منها كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت يعني. بس الفتره دي كنت خارج من نصبايا كانت هتتعمل عليا من دجال، مش هقول لك شيخ بقى والحركات دي، لا الدجال ده داخل عليا انا هفيدك واخلصك من الحوارات اللي عماله تحصل لك في حياتك، وان دي احكام وعرفات عليك كده ومش عارف ولا ايه وحاجات كده. بس في الاخر يعني النصبايا ان هو كان عايز يرسم طلاسم على جسمي او يطلسم جسمي مثلا، وان هو يستغلني وحركات كده، مش يستغلني بالقله الادب، يا قليل الادب يا وسخ، عشان انا راجل وراجل قوي، انا مش سوسو ولا. بس الحمد لله عرفت افلت من الراجل ده. المهم في ليلة من الفترة اللي أنا فلتت من النصاب ده، كنت كل ما أسمع قرآن بالأخص الآيات اللي فيها ذكر الله، كان صباعي السبابة اللي في الشمال عندي بيتحرك لوحده، كل ما أسمعها لازم الصباع ده يتحرك. في الأول كان بالنسبة لي عادي، ممكن يكون جسم مع أي حركات كده أي فاهمني سلك. بس مع الوقت بدأت أركز في الحوار ده أكتر، هو إزاي صباعي بيتحرك لوحده، ما بيتحركش غير في كلام معين لما بيتقال. وبما إن عندي خلفية بسيطة يعني عن الروحانيات، فأنا عارف إن في حاجة اسمها الحارس، والحارس ده لو اترفع عنه هو الحجاب بيقدر يتواصل مع الانسان، واول حاجه بيعملها هي حركه الصباع دي. فبدات ان انا اسال اكتر واعرف اكتر عن موضوع ازاي اتواصل مع الحارس ده، ففهمت ان انت عشان تتواصل معاه لازم تتواصل معاه بالاشاره وبس، وفي ظروف معينه، عشان ما تجيش بعد الفيديو كل واحد يقعد يحرك لي في صباعه ماشي. فكنت عايز اشوف الكلام ده بجد ولا لا، وفعلا قررت. كنت في اوضتي كان في يوم كده بعد صلاه العشاء، وبدات ادخل نفسي في المود بقى بتاع تصفيه الذهن وشويه حاجات كده، وبدات ان انا اسال الحارس او اتواصل معاه بالشكل اللي انا فهمته، بس ما حصلش اي حاجه. فبدات اكرر الموضوع كذا مره في نفس اليوم يعني، لحد اما في مره قلت له انت الحارس، لقيت صباعي بيترفع لوحده. فقمت قايل هو انا اقدر اسمعك؟ ما لقيتش اي حاجه بتحصل. قمت سائل تاني قلت له اقدر اسمعك او اقدر اتواصل معاك؟ ما لقيتش اي حاجه بتحصل. بدات اعيد في نفس السؤال تاني، اقدر اتواصل معاك لحد ما لقيت صباعي يتحرك. ففهمت ان الاجابه بالنسبه له بالايجاب يعني بيبقى ان صباعي يتحرك، النفي ما بيردش خالص. فقمت قايل له هو انت هنا عشان تاذيني او عشان اذي عموما؟ ما لقيتش اي حاجه حصلت. ففهمت ان هي لا. قلت له طب انت هنا لحمايتي مثلا؟ لا برضه. طب انت هنا عشان بتحبني؟ لقيت صباعي يتحرك.
فيا سلام، عرفت ان هو بيحب. يا رب يطلع موز ما يطلعش الوان. المهم عشان الاحواسه انا مش عايز. قمت ساله قلت له طب هي الاحلام اللي عماله تتكرر معايا دي انت ليك علاقه بيها او ليها علاقه بيك؟ لقيت صباعي اتحرك. قلت له طب المفروض اعمل ايه؟ عارف من غلبي قمت سائل السؤال ده بس ما لقيتش اي رد. فابتديت اصيغ السؤال بشكل تاني وقلت له طب الاحلام ليها سبب اللي بتجيلي؟ لقيت صباعي اتحرك. فقمت سائل برضه قلت له تقدر تعرفني ايه اسباب الحلم ده؟ لقيت صباعي اتحرك. ساعتها قلت له هل هتقدر تتواصل معايا او تعرفني اسبابها بالكلام؟ ما ردش عليا. بالكتابه؟ ما ردش عليا. قلت له طب في الحلم نفسه؟ لقيت صبعي اتحرك. فطبيعي وبديهي يا جدع ان انا قررت ان انا انام، ولو مش عندي نوم هنيم نفسي لان الاجابه هتجيلي في الحلم. بس المشكله ان انا لما نمت يا جدع ما حصليش اي حاجه ولا شفت اي حاجه غير شكل كده. الشكل ده كان لواحده صديقه امي اسمها مدام سالي او بنقول لها ام فاطمه. وسبحان الله عشان الفيلم الاكشن يكتمل يعني، صحيت تاني يوم لقيت امي بتقول لي ان مدام سالي جايه. لنا زياره النهارده. يا فرج الله. ومن ساعه ما مدام سالي جت عندنا وانا قاعد عمال ابص لها كده اللي هو ايه مش هتقولي حاجه؟ مش هيحصل اي اكشن كده عشان افهم؟ والغريب ان مدام سالي كانت واخده بالها من نظراتي، معرفش هي فاهمها ازاي بس هي واخده بالها من البصات بتاعتي والحركات اللي انا عمال اعملها. المهم بعد الغدا يا جدع كانت مدام سالي وامي قاعدين في الصاله لوحدهم مع بعض. اول ما دخلت عليهم لقيتهم سكتوا كده كانهم كانوا بيقولوا حاجه، واما انا جيت كنت مع الكلام ولا ايه. بس بعدها لقيت امي بتبص لي وبتخبط لي على الكنبه جنبها كده وبتقول لي تعالى. اول ما قعدت جنب امي لقيتها بصت لمدام سالي كده وقالت لها كملي ده اكتر واحد المفروض يسمع الكلام ده. لقيت مدام سالي بتبص لي كده وبتقول لي بنتي فاطمه اول سنه ليها في الجامعه حصل لها حادثه، ومن ساعه الحادثه دي وانا حاسه ان فاطمه بنتي ما بقتش بنتي اللي انا اعرفها، بقت مختلفه. طريقتها، بصاتها، طريقه كلامها، حتى نظراتها ليا، بالاخص انا يعني نظراتها ليا مختلفه. قلت لها طب ما عادي يا مدام سالي، ممكن تكون مثلا لقيتها متمقطعني في الكلام اللي هي مش مستنيه ان انا اتكلم اصلا. مش اكتئاب انا متاكده وقامت عامله لي كده. بعدها لقيت مدام سالي اترددت كده وقامت باصه لامي كانها بتاخد الموافقه منها ان هي تكمل مثلا، وقامت باصه لي تاني وقالت لي البيت عندي بيحصل فيه حاجات غريبه، الحاجات بتتحرك من اماكنها لوحدها. الحاجات دي انا قصدي بيها العفش بيتحرك من اماكنه لوحده. المكتبه بتاعتي اللي في البيت بلاقي الكتب يوميا بتنزل تقع على الارض كلها، وكل ما ارجعها اوقات بتقع وانا برجعها اصلا وما يكونش في حد جنبي ولا معايا. الحيطان فيها اصوات، انا بسمع الاصوات دي كويس ومتاكده ان الصوت ده جاي من الحيطان. طلع على فكره انا سمعت عن ده كتير وفي الاخر بيطلع حاجات عاديه او ممكن صدفه او حضرتك حاسه بكده من الارهاق مثلا مش اكتر يعني. لقيت صوت عالي سيكه كده وبتقول لي انا في حاجه في بيتي، انا عارفه ومتاكده وعارفه اكتر انك هتقول عليا مجنونه، بس انا عارفه كويس جدا جدا انا بتكلم عن ايه. قلت لها والله ما اتكلمت ولا اقدر اقول عليكي مجنونه يعني، انا ما اتكلمتش اصلا. ولقيتها مره واحده كده جدع كانها بتنهي النقاش اللي انا بنتكلم فيه اللي هو مفيش كلام بعد كده. قامت قايله لي من اخرها انا في شيطان في بيتي. ساعتها انا فضلت ساكت لكام لحظه كده وقمت قايل لها شيطان؟ لقيتها بتكمل ولا كاني اتكلمت وبتقول لي وعايز ياخد بنتي. قلت لها معلش برضه يعني بالراحه، ما ممكن يكون بس مرض نفسي، ارهاق، اي حاجه من الحاجات دي يعني. لقيتها بتبص لي جامد كده جدع كانها مثلا عارفه حاجه ومش عايزه تقولها وجابت اخرها مني ما اعرفش بقى. ولقيتها بتقول لي انت ما عندكش اي فكره عن الاحراج اللي انا فيه وانا بقول لك كلام زي ده، ولا حاسس بالاحراج اللي انا حاساه وانا قاعده معاك وكده. بس اديني بقول لك وبكل عقلانيه انا في شيء في بيتي وانا متاكده، في حضور جوه البيت وانا حاسه بيه جدا. وانا يا ابني مش بحاول اقنعك بشيء، انا بس بقول لك عشان امك قالت لي انك ممكن تساعد. لقيت امي هي اللي بتبص لي كده وبتخبط على كتفي بتقول لي روح لها يا ابني واتكلم مع فاطمه بنتها، ممكن تفهم اللي بيحصل او ممكن نطلع احنا اللي غلطانين. ساعتها قمت انا باصص لمدام سالي وقلت لها اعتبري حصل، عينيا الاتنين مفيش مشكله. بتقول لي يعني هتيجي البيت خلاص؟ قلت لها طبعا هاجي. مع الكلمة دي يا جدع لقيت نور البيت كله عمال يطفي وينور، وسمعت صوت صفارة مؤذية لوداني فشخ. وفي نفس اللحظة اللي حسيت الإحساس ده فيه لقيت النور جه وأمي قاعدة عادي كأن مفيش حاجة حصلت، عمالة تبص لي وبتبص لمدام سالي اللي لقيتها ماسكة ودانها أصلا وموطية في الأرض كده. فأنا قمت قايل لأمي هو إيه اللي حصل؟ أنت خدتي بالك؟ قالت لي معرفش يا ابني، أنا مرة واحدة لقيت مدام سالي ماسكة ودانها كده وأنت سرحت. قلت لها مش النور قطع دلوقتي؟ قالت لي سلامة النظر يا حبيبي مفيش حاجة حصلت، هتخوفني ليه؟ وهنا لقيت مدام سالي اللي بتقول لي هو انت سمعت الصفاره؟ قلت لها اه سمعتها. وايه ده؟ لقيتها قامت من مكانها وقالت لي هستناك على فكره، وقامت مستأذنه واخده بعضها وماشيه. ومن ساعة الحوار ده يا جدع انا فضلت بتاع يومين 3 عمال احاول ان انا اتواصل مع الحارس ده بس مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش اي تواصل حصل تاني. ده غير الحلم اللي كان بيجيلي هو عمال يجيلي دايما، والزياده ان صوره مدام سالي بقت عماله تجيلي في الحلم. وفي اليوم الثالث او الرابع خليت امي تتصل بمدام سالي
وتقول لها اللي انا هاجي لهم البيت. والصراحه يا جدع انا كنت رايح لمجرد الفضول، لان ما كنتش مقتنع نهائي ان الحلم اللي انا بحلمه هيكون مربوط مثلا بمدام سالي ولا ببنتها فاطمه ولا الكلام ده كله. اللي جاب بلح الشام ولا مش عارف عسل اليمن ولا ما اعرفش بيقولوا ازاي الصراحه. طبعا الاقي الكومنتات كلها المثل ده يتكتب فيها، فانا هحفظه خلاص. ومن ساعه ما وصلت عند بيت مدام سالي انا حاسس ان البيت عادي مفيش اي حاجه، وعمال ابص حواليا مفيش حاجه. بس كل ما ابص حواليا لما مدام سالي تقول لي ها شفت حاجه، وانا اللي هو والله يا زت انا مش ساحر، انا مش مخاوي عشان ابص حواليا اشوف شياطين يعني. سيبيني من الاسئله دي وسيبيني في حالي بالله عليكي، الله يكبر بخاطرك، الله يبارك لك، وحات امك فلوسي فين؟ المهم بعد شويه من دخولي البيت بقيت انا وفاطمه قاعدين في الصاله لوحدنا، والصراحه انا حبيت ابقى سريع زياده عن اللزوم يعني. اول ما قعدنا قمت قايل لها على طول بقول لك يا فاطمه انا هنا عشان مامتك بتقول ان في كيان ولا في شيطان ولا في الحاجات دي في البيت. لقيتها كرمشت وشها كده اللي هو ملك. قلت لها شيطان؟ في شيطان في البيت؟ مدام سالي بتقول كده. لقيتها فضلت بصلي بتاع ثانيتين كده، ومره واحده لقيتها انفجرت في الضحك، ولقيتها بتقول لي هي كل واحده هتتعب شويه وتقعد في اوضتها مع نفسها شويه يتقال عليها بتشرب دم وبتسمع شياطين، في ايه؟ قلت لها معلش يعني هي مامتك وخايفه عليكي برضه مفيش مشكله يعني. لقيت وشها قلضم كده وبتقول لي لا هي اللي عقلها بدا يخف، اسالها هي بتعمل ايه، وبعدين انت شفت ابويا وشفت بقى عامل ازاي منها. قلت لها ماله مش فاهم يعني ايه اللي حصل له. قالت لي ده كان احن واحسن اب في الدنيا، دلوقتي تعالى بص عليه، لازم تدخل معاه الحمام عشان ما يتوهش منك اصلا. تفتكر ده حصل ازاي؟ مثلا من خوفها منه ولا من خوفه منها، ولا ممكن يكون خوفها عليه وبتتريق كده وهي بتتكلم. المهم من اخرها عايشه عشان تدور على اي حد تلومه، وبتلومه على اي حاجه مهما كانت، المهم تطلع ان هي احسن حد وان هي المظلومه دايما. في اللحظه دي يا جدع لقيت مدام سالي داخله علينا وفي ايديها اطباق كده وبتقول لنا يلا عشان ناكل، يلا عشان الغدا. وفعلا اتجمعنا على السفره، كنت انا ومدام سالي وفاطمه وابو فاطمه اللي هو بديهي يبقى جوز مدام سالي. محدش كان بيتكلم واحنا قاعدين، كله عمال ياكل ويبص للتاني في صمت كده، عارف اللي انت في فيلم اكشن. بس فجاه وفي نص الاكل كده لقيت ابو فاطمه بيبص لي وبيقول لي ها مش هتجيبوا الاكل بقى؟ وهنا لقيت مدام سالي كانها بتغلوش قبل ما انا ارد، وبتلم الموقف وبتقول له حاضر من عيوني الاكل جاي دلوقتي حاضر. تحس ان هي بتجبر بخاطره كده. بس فاطمه لقيتها بتضحك كده وبتقول لها انت هتفضلي تضحكي على نفسك لحد امتى؟ ما خلاص عرفنا ان مخه طار، انت مجنون. وقامت بص لابوها كده. ساعتها انا اللي بصيت لفاطمه وقلت لها تعرفي يا فاطمه الناس اللي بيبقوا في غيبوبه مثلا او ميتين اكلينيكيا وبيبقى خلاص مفيش امل لرجوعهم تاني، الدكاتره بيطلبوا من اهلهم والناس القريبه منهم اللي بيحبوهم ان هم يقعدوا معاهم ويتكلموا معاهم كمان. عارفه ليه؟ لقيتها بتعوج في بقها كده اللي هو انجز. قلت لها عشان بيبقى في شعرايه، انا ما اعرفش الشعرايه دي بتبقى موجوده ازاي، بس الشعرايه دي جواهم بتسمع وبتستوعب، بتحس بكل شيء بيتقال حواليها، ولو ربنا اراد ان هم يتشفوا بيبقى فاكرين كل كلمه اتقالت لهم بالاخص من الناس القريبه منهم. فانا اسف ليكي، خليهم يفتكروكي بالخير. قمت قايم من مكاني وقلت لهم هستاذن انا بقى. وانا لسه هتحرك يا جدع لقيت ابو فاطمه قام كده وبيحط ايده على كتفي، ولقيته بيقول لي بقول لك ايه، شكرا انك اتكلمت مع فاطمه، انا عارف ان هي تعبانه شويه حبيبتي بسبب الحادثه اللي حصلت لها. ساعتها اللي هو مجنون ايه ده بص بيقول لي، فقلت له لا ولا يهم حضرتك مفيش مشكله. واول ما سلمت عليه واديته ظهري عشان امشي لقيته بيقول لي من غير ما يبص لي، هو باصص عكس كده، تالت بيت من عند شارع المزلقان، الشقه اللي فوق السطح. ساعتها قمت بصيت له قلت له ده ايه ده مش فاهم. لقيته قال لي وهو باصص برضه الناحيه التانيه اللي بتدور عليه هتلاقيه هناك الشيخ زينهم. قلت له معلش بس هو ايه اللي انا بدور عليه وايه شيخ زينهم ده؟ ساعتها لقيته بيبص لي يا جدع وبيضحك كده وبيمد لي ايديه وبيقول لي شكرا يا ابني انك اتكلمت مع فاطمه، انا عارف ان هي تعبانه شويه يا حبيبتي بسبب الحادثه اللي حصلت لها. ساعتها اللي هو يا عم الديجافو في ايه؟ انت مش لسه قايل الكلام ده من شويه؟ انت رجعت عبيط ولا ايه؟ ساعتها قمت ضاحك كده وقلت له ماشي شكرا، وقمت واخد بعضي وماشي. فضلت كتير من اليوم ده يا جدع وانا عمال افكر في الكلام اللي قالوا لي، بس في نفس الوقت راجل عبيط وبيخرف ولا بيتكلم جد ولا في ايه؟ وفي نفس الوقت بقول مش ممكن تكون دي العلامة اللي كان بسببها مدام سالي بتظهر لي في الحلم، يعني ممكن يكون هو فعلا عنده حق او المكان ده فيه حاجة فعلا. ولما تعبت من التفكير يا جدع خدت بعضي ونمت. اول ما نمت يا جدع حلمت ان في كلاب كتير عمالة تجري ورايا في شارع ضيق كده او حارة بالاخص يعني، وبعدها لقيت نفسي جوه بيت غريب كده وعمال اطلع فوق لحد ما لقيت نفسي فوق السطح وقدام اوضه. ولما دخلت الاوضه دي لقيت نفسي في نفس المكان اللي بحلم بيه ونفس الاوضه اللي بحلم بيها دايما، ونفس الراجل واقف وعمال يقول كلام غريب برضه، ونفس الطفل على السرير ونفس كل حاجه. الفرق الوحيد ان لقيت الطفل ده قام واقف على السرير فجاه كانه طاير وبيبص للراجل اللي واقف قدامه بيقول له هقتلك يا زينهم هقتلك. فجاه لقيت الطفل لف وشه ناحيتي وقال لي وانت كمان هقتلك.
انا لقيت نفسي صاحي من النوم يا جدع، بلبس هدومي وعايز انزل واروح شارع المزلقان واعرف مين زينهم ده. كده في حاجه، وكده كده ليا حبايبي كتير في شارع المزلقان وهو قريب مني اصلا، والحبايب دول هيخلوني اعرف اتطقص واعرف الاسم ده كويس واعرف كل حاجه. في نفس الوقت برضو انا فاكر ان في الحلم وانا طالع بعد ما الكلاب جريت ورايا كنت سامع صوت قطر، فده دليل ان فعلا شارع المزلقان. بس الغريب يا جدع ان انا لما رحت شارع المزلقان وقعدت على القهوه مع حبايبي وكده، كل ما اسال حد فيهم عن اسم زينهم ده الاقي الكلام عكس بعضه. اللي يقول لي ايه ده انت تعرف زينهم الدجال، واللي الاقيه بيقول لي يا عم ابعد عنه يا عم ده راجل شراني، واللي الاقيه بيقول لي اعوذ بالله منه، وفجاه الاقي ناس تانية بيقول لي ده راجل بركه ويعرف ربنا، والاقي ناس تانية ده عالج مش عارف مين كانت مش عارف ايه ومجنونه وخلاها بقت عاقله وحاجات غريبه كده، وفجاه الاقي ناس تانية بيقول لي بس ده بيسخر جن وبيقولوا بتوع الاثار عشان يكشف لهم على الاماكن ويطلع لهم الاثار اللي تحت الارض. وبدات الم معلومات عن زينهم ده على قد ما اقدر، وبقيت عارف مواعيد طلوعه ونزوله ومروحه ومجيه. وبعدها بيومين على ما اعتقد استجمعت قوتي كده اللي هو انا هروح له وانا عارف ان في الميعاد ده هلاقيه في البيت وقاعد في الاوضه فوق. المشكله اللي انا من ساعه ما دخلت البيت اللي فيه الاوضه اللي فوق السطوح، وهو فعلا البيت اللي كان في الحلم، نفس الشكل بنفس السلالم بنفس كل حاجه. ولما طلعت فوق السطح يا جدع لقيت الاوضه موجوده فعلا، والباب بتاعها كان موارب كده ما كانش مقفول. ساعتها قمت رايح على باب الاوضه وبخبط كده، بس انا كنت شايفه جوه الاوضه كان مديني ظهره كده بس عارف انه هو. قمت قايل له شيخ زينهم يا شيخ زينهم، لقيته يا جدع بيرد عليا من غير حتى ما يلف يشوف مين اللي بيند عليه، وبيقول لي عايز ايه؟ قلت له انا اسمي ديبو ساكن قريب منك هنا كده، بس كنت عايزك في موضوع. قال لي عايز ايه يخلص؟ ساعتها مت الجرأة واخداني وقمت داخل الاوضه وقايل له هو انت تعرف ايه عن التلبس الشيطاني ولا المس الشيطاني والحاجات دي؟ ساعتها لقيته لف وشه كده اللي هو بص لي بنص عين، لقيته بيقول لي مفيش حاجه اسمها كده، شرفتني ونورتني اتفضل. قلت له بس هم دلوني عليك وقالوا لي اللي انت ليك بركات وكده. لقيته بيقول لي ومين اللي دلوك؟ قلت له مش هتفرق قوي يعني. ساعتها لقيته لف وبص لي في وشي وقال لي هتفرق، مين اللي دلوك؟ اول ما شفت وشه يا جدع قمت قال له ايوه هو انت تلقائي هو اللي في الحلم. قال لي وهو بيقفل الكلام كده بقول لك ايه، انت اكيد مش جاي طالب نصيحتي يعني، انت اكيد طالب مساعده، ها انجز عايز ايه؟ قلت له في بنت اسمها فاطمه كده اعرفها. لقيته قال لي عايز ايه وجاي لي انا بالاخص ليه؟ عارف اللي هو مش مديني فرصه اتكلم اصلا. قلت له بص انا بشوف حلم او بشوف احلام والاحلام دي كلها بشوفك فيها. لقيته سكت كده وقال لي كمل وبعدين. قلت له كان في طفل مربوط في السرير ده. لقيته انتبه لي اول ما قلت الكلمتين دول وقال لي كمل ايه تاني؟ قلت له كان في زي ورق جرايد كده على الحيطه هنا والشبابيك دي كانت مكسوره وكان الازاز بتاعها على الارض. ساعتها لقيته بيقرب مني بس كانه بيهجم كده وقام ماسكني من التيشيرت بتاعي بيقول لي قول حاجه محدش يعرفها، انا مش هصدقك غير اما تقول لي حاجه فعلا تخليني اصدقك يا اما مش هتخرج من هنا. قلت له كنت ماسك كتاب وكنت بتتكلم بلغه مش معروفه، والولد وقف بقى في الهوا كده وقال لك هقتلك يا زينو، وعيونه كانت مقلوبه. لقيته بيبص لي كده وساب التيشيرت ورجع لورا وقال لي الكلام ده من سنه وشويه. ساعتها انا اللي اتفاجئت يا جدع، قلت له ايه ده يعني الكلام ده حقيقي؟ لقيته هدي كده يا جدع قال لي حقيقي. بص لي كده باستهزاء، لقيته عارف اللي هو انت مين يالا؟ قال لي وطبعا انت فاكر نفسك مميز وان دي رساله ووحي جالك وانك لازم تدور عليا بقى وحركات طبيعي يا ابني. قام عمل لي كده. قلت له لا خالص، بس في حاجه خلتني اوصل ليك واعرف مكانك. لقيته بيضحك كده وبيقول لي يا ابني انت بيتلعب بيك بقوة عمرك ما هتعرفها ولا هتستوعبها. اللي بتجري ورا كلامهم دول وجابوك لحد هنا هيخلوك تحبهم وتفتكر نفسك مميز، بس بعدها هيفشخوك. اوعى تفتكرهم بيرحموا ولا عندهم ذرة رحمة، مش هيرحموك. قلت له هم مين بقى معلش هم مين؟ لقيته سابني كده وقعد على طرف السرير وبص في الارض وقال لي روح بيتكو يا ابني، عيش حياتك واتبسط مع اللي بتحبهم، اللي بتتكلم فيه ده اكبر منك بكتير جدا. الغريب انه عمال يقول لي يا ابني وبتاع وهو سكه تلاتينات كده يعني شاب مش راجل عجوز ولا حاجه. ساعتها انا عايز افلفظ بقى من طريقته فبدات العب معاه بشكل مختلف. قمت قال له هو انت خايف ولا ايه؟ المشكله ان رده كان عجيب. لقيته بيقول لي خايف وخايف جدا كمان، والمفروض انت كمان تخاف من اللي انت بتتكلم فيه ده. قلت له فهمت، يعني انت مجرد زي ما انا سمعت انك دجال، بس معلش لو انت معاك ربنا ولا تعرف ربنا كنتش هتخاف. قمت سايبه واخد بعضي وماشي. انا اللي ترجمته ان هو راجل عبيط وبتاع ودجال فعلا ويسحب احسن. معلش برضه الواحد عنده خبرات شويه. واول ما سبته يا جدع ومشيت بقى ووصلت بيتنا. اول ما وصلت البيت لقيت امي بتقول لي مدام سالي اتصلت وكانت بتسال عليك. قلت لها طب بقول لك انا كده لابس وجاهز، انا هروح لها على طول، اتصلي بيها وقولي لها ان انا في الطريق. اول ما وصلت عند بيت مدام سالي يا جدع ده لقيت باب الشقه مفتوح اصلا وزي ما يكون النور قاطع
عندها هي. ساعتها قمت مشغل كشاف الموبايل ورميه جوه كده، وقعدت انده واخبط ان حد يرد عليا ولا حاجه. بس مع اول خطوه ليا جوه الشقه يا جدع انا حسيت ان انا في بدروم، انا في مكان مقفول كده وخشب ومكسر وبتاع، مش شقتها اصلا. ولسه هبص ورايا عشان اتاكد انا ايه اللي دخلته ده، حسيت ان حد مسك رجلي من تحت وقام ساحبها ومطوع على الارض. ساعتها بدات اسمع صوت زي ما يكون حد بيمشي حواليا، كل ما احط الكشاف في اي مكان ما بلاقيش اي حد حواليا. حاولت ان انا اقوم واقف تاني، ساعتها سمعت صوت جاي من عند طرف الحيطه. ساعتها بدات اقرب براها عشان اشوف الصوت ده فيه ايه، مع اني كنت مرعوب الصراحه. لقيت في فار كبير يا جدع هو اللي عمال يجري، بس وهو بيجري لقيته وقف في نص الطريق كده، كأن في حاجه مسكته او حاجه وقفت الزمن عنده، زي ما يكون حد ماسكه من ديله مثلا. ومره واحده لقيت الفار ده بيتفعس وبيتعجن ومصارينه بتطلع بره وقرف. وفجاه لقيت في وسط الضلمه دي ايد قامت خارجه متماسكه الفار وقامت سحبه لجوه، بس الايد ما كانتش ايد بشر ابدا، كانت ايد سودا كده وتحسها ايد عواجيز ومشققه ولونها مزرق شويه. ساعتها قمت جاري بالكشاف بسرعه كده ناحيه الايد عشان اشوف الايد دي جت منين. فجاه لقيت فاطمه في وشي ولابسه جلابيه البيت كده، وكان شعرها كله منكوش وبتبص لي بصات غريبه. ساعتها انا اللي هو من الموقف ما عرفتش اتكلم اصلا، ولقيتها هي ما بتنطقش وبص لي نفس البصات الغريبه دي. فجاه لقيتها عدلت جسمها كله ناحيتي وبدات تقرب مني بسرعه فشخ. وهي بتقرب مني يا جدع جسمها عمال يتطوح منها كانها زومبي، ومره واحده لقيت جسمها كله نزل على الارض وبقت ماشيه على ايديها ورجليها وبتقرب مني وبتهجم عليا بجد بقى. ساعتها انا برجع من الخوف اصلا ومتوقع على الارض، وبقيت برجع بسرعه اللي هو عايز اجري منها اللي هو في. بس في لحظه يا جدع لقيتها بقت فوق مني وخلاص، اللي هي بقت وشها في وشي وجسمها فوقيا، قمت مديها بالرجل عشان ابعدها عني. اول ما اديتها بالرجل يا جدع انا لقيت الدنيا كلها بقت ضلمه. فجاه النور جه في نفس اللحظه، ومدام سالي واقفه قدامي وبصالي ما تقول لي يا ابني انت ايه اللي رميك على الارض كده مالك، وبعدين انت جيت هنا ازاي. فجاه لقيت فاطمه اصلا واقفه جنبي، لقيتها بتقول لها هو لسه جاي يا ماما دلوقتي، انا بس شكله تعبان هروح اجيب له عصير. المشكله ان انا ببص حواليا لقيت نفسي في الصاله عندهم اصلا، ولقيت مدام سالي بتبص لفاطمه بتقول لها هو انت كنت بتعملي ايه هنا. لقيتها بتتكلم بطريقه كده بس بصالي انا وبصالي بصه انا عارفها، بصه شماته بصه غيظ حاجه كده. تقول لها اصل انا شفت الديب وهو ماسك فار كده بيقتله ولا لا ايه ما اعرفش بقى. وبعد كده لقيت وشها قفش كده كانها بتقصد حاجه بكلامها تاني، او بتقول لي اللي انت كنت فيه ده انا عارفاه. لقيت مدام سالي اول ما سمعت كلمه فار بتقول فار، انا اللي اعرفه ان لو لقينا طب هو في فران تاني، وقامت سايبها كانها راحت تدور على الفار ولا مش عارف بتجري لايديا. ساعتها انا قمت من مكاني بسرعه وقمت بعلو صوتي كده مدام سالي انا مضطر امشي سلام عليكم، وقمت واخد بعض يا جدع ومفلق من البيت ده، يخرب بيت ام البيت على ام الفران. بعد ما رجعت البيت يا جدع انا ما لقيتش انام اصلا. صحيت على صوت امي، واول ما فوقت كده لقيتها بتمد لي ايديها بالموبايل بتقول لي الحق مدام سالي بعتلي ده وبتقول لي تجيبه لازم يشوفه. اعوذ بالله. انا عايز اقول لك يا جدع انا خدت الموبايل وانا ما اعرفش العماص ده جالي منين، انا ما لحقتش انام اصلا. اول ما فتحت الفيديو يا جدع الفيديو كان عباره عن ايه؟ الفيديو عباره عن فاطمه قاعده على كرسي كده في ضلمه وامها بتصورها من ظهرها. فاطمه كانت قاعده عماله تحسس بايديها على جسمها في اماكن قليله الادب يعني. ومره واحده قامت فاطمه قايله انا حبيت الجسم ده، قامت اعصاب جسمها كلها فكه من على الكرسي وقامت مرميه على الارض مره واحده، والفيديو خلص على كده. ساعتها قمت انا بعت الفيديو لنفسي وقلت لامي خلاص ماشي يعني انام شويه ونشوف الموضوع ده. قالت لي طب يا ابني هي البنت كده ملبوسه. قلت لها يا امي ما فيش حاجه يا امي سيبيني انام. لقيت امي قعدت تذكر الله كده وقامت واخده بعضها وماشيه. بعد كده امي وقفت عند باب الاوضه كده ولقيتها بصت لي، كان وشها كله باين خوف ورعب على ابنها طبعا. بتقول لي انا اسفه يا ابني انا ما كنتش اعرف ان الموضوع عامل كده، انت مالكش دعوه بالموضوع ده تاني وسيبك منه خالص. ساعتها قمت انا ضحك وقلت لها مش انت اللي خليتيني اقابلها. قالت لي بس انت ابني وانا بخاف عليك، مالكش دعوه بالموضوع ده يا ابني كله اللي عيالي. ساعتها قمت قايم من على السرير ورايح لامي بايس راسها كده، قلت لها ما تقلقيش يا امي كله تمام، انا اكيد مش هعمل شيء ياذيني ولا يزعلك مني. انا كل اللي هعمله الصبح هاخد الفيديو ده واروح لدكتور نفساني اوريه له وافهم منه، واحد صاحبي يعني مش اكتر. وفعلا يا جدع الصبح خدت بعضي ورحت دكتور نفساني عشان عارف ان هو ممكن يفيدني ولا حاجه. الدكتور اللي رحت له كان اسمه هاني ابراهيم. الدكتور هاني ده معرفه قديمه يعني قديمة يعني، كنت بحكي له بلاوي. ولما قعدت في العياده مع الدكتور هاني وبدانا نشوف الفيديو لقيته فضل ساكت شويه كده وعمال بقى يلعب لي في دقنه ويعدل لي نضاره وحاجات غريبه كده. وبعد كده قال لي بصراحه من اللي انا شفته دي اعراض لمتلازمه اسمها متلازمه توريت، وفهمت منه ان المتلازمه دي بتحصل للرجاله اكتر من الستات اصلا، وهي عباره عن ان المريض ممكن يعمل حركات بشكل متكرر يعني، او بيطلع منه اصوات غريبه فجاه، وبيعمل افعال غريبه للطبيعه يعني، او عينه بترمش حاجات كتير يعني شبه كده. وان المتلازمه دي ملهاش علاج كامل اصلا بقى، ده غير انه قليل جدا من الحالات بتاعت المتلازمه دي اللي بيحتاجوا لعلاج.
قلت له طب معلش يا دكتور، يعني ايه اسباب المتلازمه دي او جات لها ليه او كل الكلام ده؟ قال لي بصراحه الاسباب للمتلازمه دي مش معروفه قوي، بس في اغلب الاوقات بتبقى موروثات جينيه يعني. فاول شيء بيتشك فيه هو تاريخ العيله. قلت له طب معلش انا هعمل مكالمه بس عشان مامة البنت دي لازم تيجي تسمع الكلام ده منك. قال لي لا لا مفيش مشكله. كنت متصل بامي واخد تليفون مدام سالي، وقمت متصل بيها وقلت لها على العنوان وقلت لها لازم تجي لي. وبعدها اقل من نص ساعه كده كانت مدام سالي وصلت العياده. بس اول ما وصلت يا جدع حتى ما لحقتش تسلم علينا، جالها مكالمه كده. اول ما ردت عليها لقيت وشها قلب، لقيتها متلهوجه كده وقامت منزله الموبايل من على ودانها وبتحاول تفتح السبيكر. وهنا سمعت صوت فاطمه وهي بتقول لها الحقيني يا ماما، هو معايا في الاوضه هنا. وفجاه لقيت في المكالمه تاني ايوه يا ماما الحقيقه انا في الاوضه معاها هنا. والمكالمه مقفوله على كده. اول ما مدام سالي المكالمه اتقفلت لقيتها بتلهوجه وهتاخد بعضها وتمشي. والطبيعي طبعا اللي انا رايح وراه، والطبيعي اكتر ان دكتور هاني فضل واقف مكانه وعامل عبيط، وده قعدته يعني. وجريت ورا مدام سالي لحد تحت وركبت العربيه بتاعتها معاها. اول ما وصلنا البيت عندها لقيتها دخلت الشقه وبقت بتلهوجه وعماله يا فاطمه يا فاطمه وعماله تجري في الشقه. بعد كده لقيتها عماله تنده على اسم جوزها بس مفيش اي حد بيرد عليها اصلا. كل ده وهي بتجري ناحيه اوضه فاطمه، وطبعا انا وراها. اول ما وصلنا ناحيه اوضه فاطمه انا كنت سامع صوت موبايل بيرن جوه بس محدش بيرد عليه. اول ما دخلنا الاوضه يا جدع ما كانش فيها اي شيء يبان ان مثلا حصل فيها خناقه او حد هجم عليها او حاجه متكسره. كانت كل حاجه طبيعيه، وكان الموبايل لسه بيرن. كان في مخده على السرير كده هو محطوط عليها ومقلوب على بطنه، يعني وش الموبايل على المخده. ساعتها مدام ساليه متقربه من الموبايل ولسه هتمسكه عشان تشوف مين اللي بيتصل، بس كانت بتقرب وباين عليها ان هي خايفه جدا. ده طبيعي يعني عشان بنتها. اول ما كانت خلاص هتلمس الموبايل سمعنا صوت هبده بره. والصراحه يا جدع ربنا ما اوريك الهبده دي خوفتني وخوفتها ازاي. انا اتفزعت من مكاني. وبعدها سمعنا صوت فاطمه وصوت والدها وهم عمالين يضحكوا ويهزروا كانهم لسه جايين من بره. وفي اقل من لحظه كانوا بيدخلوا علينا الاوضه. بس فاطمه اول ما شافتنا لقيت وشها كرمش كده اللي هو انتوا بتعملوا ايه في اوضتي. ساعتها لقيت مدام سالي بترد عليها بسؤال وبتقول لها هو انتوا كنتوا فين؟ فاطمه قالت لها كنا بره بنجيب اكل وخدت بابا معايا عشان نشم هوا. لقيت مدام سالي اتجاهلت كل ده وقالت لها هو انت كلمتيني من شويه؟ وقامت مشاوره على الموبايل اللي على السرير. فاطمه متبصه على موبايلها وقالت لها لا. قامت مدام سالي راحه ناحيه الموبايل وقامت ماسكاه. اول ما مسكت الموبايل يا جدع ورفعته من على المخده هنا تحتيه دوده حمراء كبيره يا جدع شبههم 44 كده بس ضخمه. وساعتها الكل اتخض من المنظر اللي شافه ده، وانا عينيا على الدوده وهي بتجري وبتستخبى تحت المخده. وانا لقيت فاطمه اللي هي عامله كده انا مش هلمس السرير التاني يا ايه القرف ده. الصراحه ابوها كمان كان خايف وعوج جسمه نفس العوجه. ساعتها لقيت مدام سالي بتبص على المخده كده وبتقرب بالراحه ان هي عايزه ترفع المخده عشان تشوف الدوده دي. وهنا قمت انا جاري على ايد مدام سالي وماسكها وقلت لها لحظه واحده بس. قمت رايح انا على المخده وبدات اللي انا ارفعها بالراحه. وهنا يا جدع انا رفعت المخده من هنا يا جدع ولقيت كميه دود ضخم، كميه تقرف الكلب. ويقرف الكلب دي يا جدع عشان الكلاب بتحب تشمشم في الريحه المعفنه، وبالنسبه لها الريحه دي بتبقى محببه كمان بالنسبه لها يعني. المهم اول ما شفنا المنظر ده يا جدع انا لقيت ابو فاطمه بيقول انا هشوف اي رش ولا اي فيروس ولا اي حاجه رش القرف ده ايه ده، وبيعمل كده. وفاطمه كانت واقفه مذهوله وعينيها على الدود، بس عينيها بتقول ان في حاجه تاني انا مش فاهمها. ومدام سالي كانت لازقه في الحيطه وحاطه ايديها على بقها كده وقرفانه وعماله تبص على فاطمه بصات غريبه. وساعتها يا جدع قمت انا ساحب نفسي كده وعامل لمدام سالي كده اللي هو تعالى نخرج من الاوضه تعالى نخرج من الاوضه. وفعلا كله خرج معايا بره الاوضه. وبعدها قمت انا مستاذن ان انا امشي لان الموقف لا يدعي ان انا افضل واقف زي العبيط يعني في وسط اللي هم فيه ده. واخدت بعض يا جدع ومشيت وانا مش فاهم اي حاجه. بس الصراحه من اول الموقف ده وانا تم تنشيط الديبو على وضعيه الفضول الكامل. وبقى كل اللي في دماغي انا لازم افهم اللي بيحصل. واللي زاد وخلى الموضوع اكشن اكتر يا جدع ان انا اول ما وصلت عند البيت عندي وانا لسه تحت اصلا الاقي لك الشيخ زينهم ولا الدجال زينهم ده واقف لي تحت البيت وبيضحك لي كده. وانا من جوايا اللي هو ايه جه تاني ليه ده ولا ظهر تاني ليه. اول ما قربت منه لقيته بيضحك لي وبيقول لي بقول لك ايه تحب تاكل فول؟ ساعتها قلت له فول؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ لقيته بيقول لي انت اللي كنت بتدور عليا اصلا. قلت له طب ها وبعدين؟ قال لي بقول لك ايه وانت قلت لحد تاني على موضوع المس الشيطاني والحاجات اللي انت بتسال عنها دي؟ قلت له سالت دكتور نفساني. لقيته بيضحك بصوت عالي كده وقال لي وطبعا قال لك كلام بالانجليزي انت عمرك ما سمعت الانجليزي ده اصلا. قلت له بقول لك ايه وانت جيت تاني ليه وعرفت مكاني ازاي اصلا؟ لقيته تجاهل كلامي كده وقال لي بص انت جيت لي كنت طالب مساعده في مس شيطاني، ولما انا جيت لك انت زعلان وعمال تسالني اسئله مش في مكانها اصلا. قلت له ما تنساش ان انا ما اعرفكش فبالراحه شويه. لقيته ضحك كده وقال لي انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك. بص يا ديبو في مراحل للمس الشيطاني، واعتقد ان الشيطان بقى بالنسبه له اسهل حاجه انه يمس اي بني ادم بسبب العالم اللي احنا عايشين فيه. وهو دلوقتي عمال يجمع قوته مستني الوقت المناسب عشان يظهر نفسه للكل وبكل وضوح كمان. ولما يحصل ده هيلاقي اللي زيي واللي زيك مستنيينه، ومش مستنيينه كده وخلاص، احنا
احنا مستنينه عشان نقتله. وقام بصلي من فوق لتحت كده يا جدع، ولقيته بيقول لي بس اعتقد اللي زيك ممكن يتسمر مكانه من اللي ممكن يشوفه، او ممكن يغمى عليه من الخوف مثلا. انا قابلت شبهك كتير يا ديبو، ومن اول خطوه شفتهم هما بيجيبوا ورا وبيجروا زي الجبنه، وفي منهم اللي مات وهو واقف في مكانه اصلا. بعد كده لقيت وشه قام مبتسم مره واحده كده وقام غير الكلام وقال لي ها تاكل فول؟ قلت له بقول لك ايه، مش محتاج اعرف انك دجال ولا مش دجال، انت دجال وباين من طريقتك، بس انا عندي اسئله ليك. لقيته بيسالني سؤال غريب كده ونفض للي انا قلته له اصلا، وبقول لي بقول لك ايه، وانت بتنام مع حريم؟ ساعتها يا جدع انا فضلت ساكت، اللي هو ايه اخرك، انا مش فاهم. لقيته بيقول لي وبيكمل احنا اتعلمنا ازاي نطرد الشياطين النكسة، وتعلمنا اكتر ان في حاجات في العالم ده مخفية ومجهولة، ومهما حصل محدش هيقتنع بيها، ولا حد هيعقل ان الحاجات دي موجودة ما بيننا ومتعايشة ما بيننا. فما تاخدهاش على نفسك قوي كده، ما تردش عليا. الغلط اللي احنا بنعمله هو ده سلاح الشيطان قدامنا. فهسألك تاني، انت بتنام مع حريم؟ قلت له بقول لك ايه، انا بخافش من اللي انا بعمله وده مبدأ. لقيته بيقطع كلامي وبيقول لي ومنافق، وما عندكش الجراءة اصلا انك تفكر في الغلط اللي انت بتعمله، والكلام اللي انت بتقوله ده بتحلل لنفسك وخلاص. هل بقى انت جاهز انك تكرس نفسك للي جالك في الحلم؟ هل انت جاهز للي اتطلب منك ولا انت مش قده؟ قلت له بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده كله، انا في حاله غريبه قدامي وعايز اشوفك انت اللي هتعمل ايه. قال لي طب شرح مفصل لو سمحت. المهم قمت قايل له يا جدع وحكيت له على موضوع فاطمه بنت مدام سالي، وما رضيتش افتح معاه اي مواضيع تانية ولا اساله اي اسئله تانية عشان عايز اعرف هو هيعمل ايه وهو يقدر يعمل ايه. فلقيته سكت كده شويه وقام قايل لي طب انا عايز اقابل البنت دي بس بره بيتها، يكون صدفه كده ولا حاجه، كانها صدفه وبتاع ونقابلها بس. لقيته بيرفع صباعه كده وبيأكد على كلمه بس. هرجع اقول لك يا ديبو، لو في حاجه غلط بتعملها قول لي، لانك مهما كدبت الشيطان هيعرف وهيصطادك، واللي احنا داخلين عليه ده ما ينفعش فيه المكابره والعناد. افهمني، اللي داخلين عليه ما ينفعش فيه المكابره والعناد والتحليل للنفس. وانت فاكر ليه في ناس كتير ما بتعرفش تطرد الشيطان وبتخاف منه، وليه غيرهم ما بيخافش منه وبيعرف يقتله ويحرقه كمان؟ السبب هو في النص الشمال اللي بنحلله لنفسنا من غير ما نعرفه ومن غير ما نقول اللي احنا بنعمله. انك تطرد شيطان او تقتله او تحرقه فده موضوع سهل وما ينفعش يفشل اصلا، بس اللي قلته لك ده هو اللي بيخليه يفشل وبس. فنصيحة وامر في نفس الوقت، اقطع علاقتك بأي شمال بتعمله في حياتك، وده من أجل نفسك قبل أي شيء. انت ما تعرفش الحرب اللي بتحصل علينا عاملة ازاي، ولا هتستوعبها غير اما تخش في خراها. ساعتها يا جدع انا ضحكت كده في وشه عشان هو ما يعرفش ايه اللي حصل لي ولا ايه اللي بيحصل معايا، وده طبيعي يعني عشان هو مش من العصابة اصلا ولا عمل اشتراك، فعبيط معلش بقى. المهم يا جدع اللي انا كلمت مدام سالي وفهمتها الدنيا كده، وفهمتها اللي احنا عايزين نتقابل بره ويكون فاطمة معاها، وفعلا ظبطتها معايا وقالت لي على مكان كده في وسط البلد هي بتروح تقعد فيه دايما. المكان لما رحناه كان جميل فعلا وتحسه اثري كده، شباب وبنات وعائلات كتير متجمعه، وشايفهم بيجمعوا بطاطين واكل وحاجات يعني بيعملوا خير للناس يعني. بس اول ما وصلنا يا جدع لقيت مدام سالي بتاخدني على جنب كده وبتقول لي بقول لك ايه يا ديبو، الموضوع للأسوأ وعمال يزيد وانا مش عارفه اعمل ايه. الشيطان اللي معاها ده ولا الكيان ده عمال يحرك حاجات في البيت، وفي زعيق وفي خناق وفي بهدله، ومش بس كده ده كمان بدأ يأذي في الناس. امبارح كنا في النادي وفي واحده صاحبتها كده بتسلم عليها، انا عارفه ان هي ما بتحبش صاحبتها دي، وشفت فاطمه ومتاكده اللي انا شفتها وهي بتبص لها بصات غريبه، وفي اقل من لحظه ومتاكده برضه عين فاطمه اتحولت لاسود وقامت راجعه طبيعيه تاني. في اللحظه دي لقيت البنت صاحبتها بتترمي على الارض ورجليها بتتكسر لوحدها، ومحدش كان عارف البنت رجليها اتكسرت لوحدها ازاي، وخدوها ودوها المستشفى، وحتى الدكاتره ما عرفوش سبب الكسر ده كان ايه. قلت لها ما تقلقيش، انا خليتك تجيبيها النهارده عشان اشغل على الموضوع ده، ما تقلقيش. في اللحظه دي لقيت زينهم داخل علينا وبيمد ايديه لمدام سالي بازازه ميه كده، ولقيته بيقول لها دي ميه مقريه عليها، خليها تشرب منها بس وما تقلقيش مش هتاذيها، هي مؤذيه للي معاها بس. ساعتها مدام سالي بصيت لي كده وقمت انا هزز لها راسي اللي هو ما تقلقيش العبيط ده معانا، خدي منه الازازه. وفعلا اخدت منه الازازه وسابتنا يا جدع، ولقيت زينهم بيبص لي كده، لقيته بيقول لي دلوقتي بقى وقت المراقبه، هنقعد نتفرج لحد اما تشرب الميه وساعتها هنعرف هي ممسوسه ولا لا. انما لو شربت الميه وما حصلش حاجه فيبقى عندها مرض بالانجليزي الكتير ده ومع نفسها بقى. وفعلا يا جدع انا وزينهم فضلنا نراقبهم، كانوا عمالين ياكلوا ويشربوا وبتاع. المهم جه دور فاطمه وهتبتدي تشرب. فاطمه مسكت الازازه عماله تقرب لبقها، حطت الازازه على شفايفها وبدات ترفع وتبلبع 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 وتبلبع، وانا كمان هبلبع لو سمحت. ودينا هنعرف اول ما اشرب دلوقتي هل انا ممسوس ولا لا. وايوه بسمي بالله وبشرب بالشمال عادي، اقسم بالله ربنا اللي خلق دي، ربنا اللي خلقني بيها يعني، ما
ايه دي مستحب، بس دي ربنا خلاني بيها برضه، استعملها ما تقلقش. المهم نحمد ربنا على جمال الميه، على النعمه اللي احنا فيها وعلى النعم اللي احنا فيها. كل ما نحمد ربنا اكتر كل ما ربنا يزيدنا. المهم اربعت الازازه كلها بنت المجانين، يا بختها شربت ازازه ميه كامله بس مفيش حاجه حصلت. ساعتها بقيت انا وزينهم عمالين نبص لبعض، بس كنت شايف في عيون زينهم ان هو كمان محتار وما حصلش حاجه ليه. بعديها بشويه لقيته عمل لي بقول لك ايه، اعتقد فاطمه دي مش محتاجه احنا خلاص. ولا مدام سالي بتبص لي وانا ابص لها، اللي هو انا مش عارف اقول لها ايه بقى، بس انا متاكد من اللي انا شفته، يعني لو هو مش هنا مش هيشتفى ايه بقى. بعدها بشويه شفت فاطمه وهي قايمه ورايحه ناحيه الحمام، وانا قمت رايح لمدام سالي وقلت لها بصي يعني اعتقد ومتاكد كمان اكيد فاطمه ما فيهاش حاجه، بس الصراحه من جوايا يا جدع انا مقتنع ان في حاجه. وانا واقف مع مدام سالي لقيت فاطمه جايه ناحيتنا بتبص لامها وبتقول لها ما انا عايزه اروح مش قادره تعبانه. وانا مش عارف ليه الجرأه خدتني، بس قلت هي فرصه بقى. قمت قال لمدام سالي خليكي يا مدام سالي انا هاخدها انا اروح، انا كده كده مروح. واخدت فاطمه وطلبنا الاوبر. بس وهي بتركب العربيه اخدت بالي ان عند الياقه عندها كده في زي لون اسود او دم اسود كده. ساعتها الصراحه انا شكيت في حاجه، هي دخلت الحمام وخرجت، ما دخلت الحمام عملت ايه. فبعت رساله لزينهم من على الموبايل وقلت له حاول تخش حمام البنات اللي في المكان تشوف في حاجه ولا لا. فسالني قال لي حاجه ايه بالظبط. قلت له انا اخدت بالي ان في زي دم اسود كده على الياقه بتاعت فاطمه، وهي ما غابتش عننا غير في الفتره اللي دخلت فيها الحمام وخرجت قالت انا تعبانه وعايزه اروح. لقيته بيقول لي حلو جدا، وده اللي انا كنت مستنيه اصلا. الممسوس لو شرب ميه مقريه عليها ممكن يرجع دم اسود او حاجه زي كده. وبعدها باقل من دقيقه كده لقيت زينهم باعت لي على الموبايل وبيقول لي انا دخلت الحمام وفعلا لقيت في قاعده من قعده الحمام كلها دم اسود ومتطرطش في كل مكان. وفضلت طول الطريق ساكت يا جدع، مع اني كنت عايز اتكلم مع فاطمه، حاسس ان انا ممكن اطلع باي شيء. ولما خلاص قربنا نوصل، عارف احساس ان في حد بيبص من وراك؟ يعني كلنا بنحس ان لو في حد بيبص عليك من ورا بتحس ان في حاجه غلط او حد باصص عليك. فعلا يا جدع قمت باصص في مرايه العربيه كده، يعني هو السواق انا قاعد جنبه وهي قاعده في الكنبه اللي ورا، فانا بصيت في المرايه كده عشان اشوف الكنبه اللي ورا. ساعتها لقيت فاطمه اصلا بصلي من المرايه وعلى وشها ابتسامه رخمه فشخ كانها بتتحداني في شيء. واول ما وصلنا يا جدع قمت محاسب بتاع الاوبر ونزلنا. ساعتها لقيتها هي نزلت اصلا واقفه وبصلي نفس البصه الوسخه دي ونفس الابتسامه بتاعت التحدي دي. فانا قلت لها احنا وصلنا محتاجه مني اي شيء. ساعتها لقيتها بتضحك كده وبتقول لي هو ليه كل اصحابك وكل الناس اللي بيحبوك بيبيعوك؟ انا عارفه كويس انك طيب، بس ليه طيبتك دي بيشوفوها حاجه وحشه؟ وعايز اقسم لك يا جدع انا معرفش ليه انا كنت موافقها ان الناس كلها بتكرهني وان انا طيب والناس كلها وحشه وشايفيني وحش، كاني اتحولت لحد تاني وما بسمعش غيرها. حسيت ان انا كاره كل الناس اللي في حياتي، حسيت ان انا عندي نيه اللي انا عايز اقتلهم كمان. وبدات ان هي تزن عليا اكتر وتقول لي الصديق اللي بيخون اسوأ 100 مره من مليون عدو، وان اللي حواليا دول خاينين. وبدات دماغي تجيب لي مواقف اوسخ مما تتخيل في حياتي. بدات احس ان انا ضعيف جدا، افتكرت مواقف بيني وبين اهلي كانت صعبه جدا وانا بحاول اتجنبها طول حياتي اللي انا افتكرها. عارف انت بقى العبارات دي ولا الجمل اللي بتتكتب على التكاتك؟ انتهى وقت الصديق وجه وقت الضيق وحاجات كده. انتهى وقت الصديق ووقت الضيق وبقينا في وقت الكنتالوب وكلها بقت عبيد. ويا ولا وسلم لي على الطرلالي وغدر الصحاب بيجيب احباط، اهم حاجه ما نشمش تحت البطاط. واسمع دي من عندي بقى يا جدع، الخرفان طول حياتها بتعيش خايفه من الذئب وبتهرب منه، وفي الاخر يجي راعي الغنم ويذبحهم وياكلهم ويبيعهم. فخلي بالك من اللي انت بتثق فيهم، لحسن يجي يوم يذبحوك ويسلخوك وياكلوك ويبيعوك. المهم يا جدع اللي انا دخلت في دوامه صعبه فشخ، وحسيت ان انا وحيد وان انا مظلوم وان الحياه جايه عليا وان الدنيا دي بنت مش عارف ايه، لدرجه ان انا حسيت ان انا عايز اقتل نفسي. حرفيا لو كان جنبي سلاح كنت قتلت نفسي. بس سامع صوت حد بينده عليا كانه من بعيد فشخ، هو الصوت انا مش مميزه، بس وانا بحاول اسمعه لقيت قلم نزل على وشي. لقيت نفسي بفتح عيوني في لحظه، لقيت قدامي زينهم ومدام سالي. اصلا ببص حواليا يا جدع لقيت نفسي قاعد مقرفص على الارض جنب البيت بتاع مدام سالي كده في الزاويه، وقاعد كاني خايف او مرعوب من شيء او حاجه زي كده. وانا مش فاهم ولا مترجم انا ايه اللي جابني هنا وقعدت هنا ازاي وايه اللي كان بيحصل، وانا كنت في دوامه ولا كنت فين بالظبط. لقيت زينهم بيسندني كده وبيقومني وبيقول لي في وداني كده بالراحه قلت لك انت مش قد اللي احنا داخلين عليه. ولقيته بيخبط على كتفي كده وعلى ظهري وبيقول لي تعالى تعالى انت محتاج راحه. وزينهم خدني ورحنا الاوضه بتاعته هو، ودخلت في دوامه نوم غريبه كاني ما نمتش بقالي شهور، ولا احلام ولا احساس ولا اي، هو نوم عارف، انقطعت عن الحياه كلها. لما حسيت ان جسمي نفسه خلاص عارف اللي هو تعب بيقول لي قوم كفايه انا تعبت من كتر النوم. ساعتها فوقت كده يا جدع لقيت نفسي في اوضه زينهم بس مفيش حد والدنيا ليل كده. فضلت قاعد على السرير كده عدلت بس جسمي
جسمي وقعدت على السرير بحاول افوق كده واستوعب. بس وانا قاعد يا جدع لاحظت عند الدولاب كده على طرف الاوضه في من تحت الدولاب زي كتاب كده مستخبي او مثلا حته منه اللي ظاهره. ساعتها الفضول كان اكتر معرفش ليه، ورحت وطيت جبت الكتاب. وعايز اقول لك يا جدع هنا بقى انا كنت حرفيا مرعوب فشخ. انا اللي لقيته كتاب، بس مش كتاب، هو ورق كتير جدا عن السحر الاسود، عن انواع سحر تانية محرمة اصلا، صور لحالات والاطفال والناس مشوهة، انواع من السحر اصلا بتتعامل بدم الاطفال وذبحهم وبحاجات غريبة. ده غير ان في خطوات كمان للاسحار دي مكتوبة، كل الصور او الصفح دي متلزقة في بعض كده ومعمول منها الكتاب ده. ساعتها بدأت اخاف من زينهم اصلا واخاف من اصله وفصله، وايه بقى اللي بيدور وايه اللي بيحصل، وهل انا يعني بيستعملني في شيء ولا ايه اللي بيحصل، انا ايه اللي دخلني في الليلة دي. بس برضه في اسئلة مركونة على جنب زي الاحلام اللي بتجيلي، وليه زينهم اصلا ظهر لي في الاحلام، اكيد ما عندوش قوة خارقة ان يطلع لي جوه الحلم، ومين الطفل اللي شفته معاه وكان بيقول لي هقتلك وحاجات غريبة. في اللحظة دي يا جدع انا لقيت باب الأوضة بيتفتح ولقيت زينهم داخل عليا. الخوف بان على عينيه فشخ لما شافني قاعد والكتاب قدامي. ساعتها انا قلت له بقول لك ايه، ممكن توضح لي ايه ده بقى؟ لقيته بيقول لي ده بقى عشان ما انساش طول حياتي القرف اللي انا عملته، بس استنى لما تحاسبني. ولقيته بيعمل لي كده، انت ما تعرفش شيء عني، انت ما تعرفش يعني ايه تشوف الشيطان بعينيك ويحاول يغويك ويحاول يتحداك. الموضوع اكبر من ان انا احكي لك، وانت بقيت ضيف في الحكاية بس بدري شوية. وفاطمة اللي انت حكيت لي عنها ودورنا وراها دي مجرد حيلة من الشيطان عشان تبقى دعوة رسمية ليك في الليلة بتاعتنا. قلت له بقول لك ايه، انت ما تعرفش حاجة عني انا كمان؟ وانت ليه حاسس ان انت بس اللي لاففها وحليلها وعارفها؟ انت ما تعرفش انا اتغويت من مين وقابلت مين وشفت مين واتعاملت مع اسماء زي اسم النسور وكيانات عمرك ما تكون انت متخيلها اصلا. فاوعى تفكر نفسك هتضحك عليا بكلمتين. ساعتها لقيته سكت كده يا جدع وزي ما يكون يتكسر او حاجه زي كده وبيخبط في الحيطه وحس ان هو ايه بيجز على اسنانه. لقيته بيقول لي انا لما كان عندي 7 سنين ابويا قتل امي قدام عينيا. ساعتها اترميت في دار ايتام كانت للاطفال بس البنين يعني، واللي ما تعرفوش ان دار الايتام دي كانت مبيانه للدجالين اصلا مقابل شويه فلوس. بس مش هقول لك غير ان الدجالين دول كانوا بيحبسونا في اوض مع الشياطين عشان يقدروا يكملوا الدجل بتاعهم. احنا كنا في رن التجارب بتاعتهم. ولما شفت الشيطان في الاوضه اللي انا اتحبست فيها مش هقول لك انا خفت، بالعكس انا حسيت ان انا مرتاح. حسيت ان الاول مره في حياتي بقى ليا هدف. عرفت مين اللي خلى ابويا الملاك يقتل امي. عرفت ان انا المسدس، وان الدجالين اللي بيشترونا هم الايد اللي بتمسك المسدس. تعلمت الحروف ولغه الحروف، تعلمت السحر، تعلمت فن الطارد والمطرود. حسيت ان ربنا اختارني لكده. كنت كل ما اشوف شيطان بيطرد قدامي احس ان دي رساله اللي انا هبقى شيطان للشياطين دي. الرساله كانت واضحه، الرساله دي ليا انا وبس. معظم اللي انت شفته ده واللي انا كاتبه ومدونه خلاصة سنين بعرف ازاي احاربهم وازاي ابقى اشطانهم بجد. الموضوع كبير وهم كتير وبينتشروا اسرع من النار في الهشيم. ركز بس، انا بقسم وهقسم بحياتي اني مش هرحم ولا هسيب شيطان يأذي بشري تاني، ولا هدي فرصة لأي طفل يعيش معاناتي اللي أنا عشتها. ومرة واحدة جدع لقيته بيبصلي كأنه بيستجمع قوته كده وقال لي بقول لك إيه، أنا عايز أتكلم مع فاطمة وش لوش. مش عارف ليه يا جدع أنا حسيت إن كلامه فيه صدق كده، يعني حسيت إن أنا عايز أكمل معاه الموضوع كده فيه حاجة جد. قلت له طب وهنقابلها وش لوش إزاي بقى؟ قال لي كلم أبوها وأمها اخطفها، المهم اللي أنا لازم أتكلم معاه لوحدنا وش لوش. قلت له طب معلش فهمني إيه اللي في دماغك. قلت له بيقول لي دايما الشيطان في الأول بيحب يستخبى جوه الشخص ولفترات طويلة ممكن تعدي السنين كمان، كل ده قبل ما يبدأ يعلن عن ظهوره. وطول الفترة اللي هو بيبقى مستخبي فيها دي بيبدأ يوقعك في طريقة تفكير، في شذوذ كتير، يخليك تحلل وتترجم انك صح. واوقات كتير كمان بيوصلك انك تشك انك موجود اصلا، بيشككك في معتقداتك، في دينك، في كل شيء. وبعد ما يوصل انه تلف دماغك للاخر بيبدأ يعمل معاك اتفاق. مش لازم تعرف ايه هو الاتفاق، المهم تقول موافق وتديله الفرصة ان هو ياخد مكانك. وبكده بيحصل حاجة اسمها التمكن، وهنا بيقدر يتمكن في جسمك نفسه ويقدر يتحرك بيه كمان. وعشان يوصل لمرحلة انك توافق فعلا وبرغبتك حرفيا بيفسدك من جواك، بيفسد كل شيء فيك 100%. ما بتبقاش انت، حتى لو اخد منه نص سنين حياتك هيعملها. قلت له بقول لك ايه، خلي بالك الكلام ده يخوف. يعني ممكن يبقى في شيطان عايش جوه بني ادم لسنين طويله من غير ما الانسان ده يعرف. الفكره نفسها تخلي الواحد يفكر في حاجات كتير ويراجع نفسه في حاجات كتير. ساعتها لقيته سكت وما ردش عليا. بس فكر فيها انت يا جدع عشان الموضوع صعب فشخ. وفعلا يا جدع كلمت مدام سالي واتفقت معاها ان هي هتجيب لنا فاطمه وهقابلها في الاستوديو عندنا. في الاول كده يا جدع مدام سالي كانت معترضه يعني على فكره ان هم يجوا الاستوديو وكده، وان فاطمه هتبقى قاعده مع زينهم لوحدها. بس بعد ما فهمتها
ايه الموضوع يعني، فوافقت على طول. وتاني يوم على طول كنا في الاستوديو انا وهي وفاطمه وزينو وابو فاطمه كمان اللي هو جوز مدام سالي كان موجود بس نعتبره مش موجود. مدام سالي وابو فاطمه كانوا قاعدين بره، والاوضه اللي قعدنا فيها انا وفاطمه وزينو كانت اوضه جانبيه للاستوديو، يعني فيها العده، فيها حاجات مرميه على الارض، فيها مكتب، فيها شويه حاجات يعني. المهم فاطمه كانت قاعده على الكرسي اللي قدام المكتب، وانا كنت واقف في نص الاوضه، وزينو كان قاعد على ترابيزه ادراج كده على طرف الاوضه. اول ما قعدنا لقيت فاطمه بتقول لي شوف انا عارفه ان امي فاكراني ملبوسه بقى والحاجات دي، بس هي امي دايما كده، وابويا دايما بيكون العائل في البيت، بس اعتقد ان هو خايف زيها، فممكن ننجز اللي انتوا عايزين تعملوه ولا عايزين تسالوني عليه عشان خاطر نطمنهم ونمشي. ساعتها انا قلت لها عينيا والله، بس عايز اسالك سؤال بس، فاكره اليوم اللي انا لقيت فار في البيت عندكم فيه؟ قالت لي اه طبعا فاكره لما انت قتلت الفار. وبعدها لقيتها بصت على زينهم كده وقامت قايله لي هو ده بيعمل ايه انا وعايز ايه؟ قلت لها لا ما تلاقيش، ده شغلته قاعد يراقب بس سيبك منه. لقيتها بتقول لي هو بيراقب ايه بالظبط؟ ساعتها انا نفضت لها قلت لها بقول لك يا فاطمه هو انت بتتكلمي لغه تانية او لغات تانية او مثلا بتتكلمي بلسان حد تاني؟ لقيتها بتضحك كده بتقول لي معلش بس كلمني عربي. يعني ايه بتكلم بلسان تاني؟ مش فاهم. قلت لها طب بقول لك ايه، تعرفي تحركي اي حاجه في الاوضه بس مش بايدك؟ ساعتها لقيتها كشرت ورجعت كده اللي هو انت عبيط ولا ايه؟ ساعتها لقيت زينهم قايم وجاي عليا كده وبيخبط على كتفي اللي هو ايه اسكت انت دلوقتي انت بتعك الدنيا. وقام باصص لفاطمه وابتسم ابتسامه خفيفه كده وقال لها معلش يا انسه فاطمه ممكن بس اسالك شويه اسئله لو ما عندكيش مانع؟ ساعتها لقيت فاطمه بصيت له كده بس من طريقته المحترمه يعني، راحت قالت له اتفضل. قام سايب كرسي من على الجنب كده وقاعد قدامها، وانا قمت راجع كام خطوه عشان اتفرج على اللي هيحصل بقى. لقيته بيقول لها على فكره انا عارف ان انت شاطره جدا في دراستك. قالت له مش شاطره قوي بس مستوايا كويس يعني. لقيته ضحك كده وقال لها احلى حاجه فيك انك متواضعه، انا عارف ان عيلتك كلها بتورث الشطاره في الدراسه، واحلى حاجه فيكي برضه انك بتحبي الفن وفنانه، مش كلامي صح برضه؟ قالت له اه طبعا انا بحب الفن جدا. لا اوه فنانه وشاطره جدا ما شاء الله عليكي، خلينا افكر كده اكيد عندك منافسين كتير. ساعتها لقيتها بتعدل شعرها كده اللي هو ها قامت قالوا له يعني مش كتير. وفاطمه قبل ما تبدا تتكلم تاني ولا تقول حاجه قال لها وطبعا بتحبي الورد وبتحبي تزرعي الورد والحركات دي صح؟ قالت له لا ما جربتش قبل كده الصراحه، ما اعتقدش ان انا ممكن ازرع او اعمل الحاجات دي. قال لها عارفه احلى حاجه في الزراعه ايه؟ ان كل ما النبته بتبقى جميله كل ما بتتعب اللي بيزرعها، بس الورده الجميله فعلا ممكن تحارب، ممكن تعمل اي شيء عشان يهتم بيها الكل. دايما بتدور على نور الشمس، دايما بتحب الميه، بتشرب اي شيء حواليها لدرجه ان ممكن تسرق حياه الورد اللي حواليها كلها عشانها. وهنا لقيت صوته بقى جد شويه كانه عايز يفهمها او بيتكلم معاها بالصيغه مثلا، وقام قايل لها انما الصبار عنده قدره كبيره جدا في ان هو يستحمل ومرن لدرجه ان هو مش محتاج اي اهتمام عشان يفضل عايش. لقيت فاطمه بتقول له طب هو انت قصدك ايه بالظبط؟ يعني انا ورده ولا صبار؟ لقيته هاجمها بسؤال غريب كده ملهوش اي معنى فجاه وقال لها هو انت بتحب اختك؟ لقيت فاطمه بتقول له طبعا. وانا اللي هو طبعا ايه ملهاش اخوات بنات اصلا، اخت مين؟ وقام قايل لها بس اسئلته بقى فيها نمط سريع شويه، بس انت منافسنا منها. انا ما قلتش ان انا منافسنا منها، مش ضروري تقولي، هي مستهتره وانانيه لدرجه انك عملتي حادثه عشان تطلبي الاهتمام من اللي حواليكي. انت بقى بتحبيها؟ ايوه طبعا اوقات بحب اختي. لا واوقات ما بتحبهاش. لقيتها بترد عليه وهي سخنه شويه كده وبتقول له ما ايوه ما ده الطبيعي اللي بيحصل بين الاخوات. قال لها لا انت كده منافسنا منها وبتطلعي غضبك ده على كل اللي حواليكي، المهم انك تكوني القويه اللي فيهم. فاطمه الطيبه اللي بتحب الخير للكل ومبينه للناس كده طلعت منافسنا والشر ماليها بس مخبيها في شكل البراءه اللي هي عاملاه. لقيتها ابتدت تتعصب وتقول له انت ليه بتكلمني كده؟ قال لها فاطمه احنا بنحاول نساعدك ركزي معايا. فجأة لقيته بيطلع من جيبه ساعة كده ومش عارف اللي هو البانكيك بتاع البنات ولا ما اعرفش اسمه ايه، وعمال يطلع في حاجات كده صغيرة كتير وعمال يقول لها وهو بيطلعهم السرقة حلال صح؟ لقيتها اتعصبت اكتر بتقول له انت جبت الحاجات دي منين؟ هو انتوا دخلتوا اوضتي؟ انتوا بتفتشوا عندي؟ في اللحظة دي يا جدع انا اللي حسيت بقى، حسيت ان في كيان معانا في الأوضة تاني، انا مش شايفه بس انا حاسس ومتأكد ان في كيان تاني معانا في الأوضة غيرنا احنا التلاتة. في هالة غريبة كده كأنها بتحمي فاطمة مثلا، ونوعا ما بدأ يظهر كأن في هالة حواليها فعلا اقدر اميزها بالراحة يعني. وزينهم لسه ماسك الحاجه اللي في ايديه وعمال يقول لها انا عارف انك ما سرقتيش حاجه، بس مين اللي اداهم لك؟ مين اللي خلاكي تعملي كده وفاكره ان اللي انت بتعمليه ده صح؟ وانا واخد بالي ان فاطمه بتحاول تبص او بتسمع بترمي ودانها كده لشيء جنبها، بس ايه هو الشيء ده؟ وزينهم مكمل وعمال يقول لها عايزه تبقي جميله بالحاجات دي صح؟ ده كله عشان تبقي احلى من اختك يا منافسنا. عارف اللي هو تحس ان بيزل يا منافسنا يا بودي بغزك يا اختي، عارف انت شغل معديها. وهنا لقيت فاطمه بتكلم نفسها كانها بتكلم حد تاني اصلا وبتقول ايوه انا جميله انا بسمع الكلام طبعا. وهنا لقيت زينهم رد عليها على طول كانها بتكلمه هو،
ولا انت مش جميله، هي اجمل. واكيد ضحك عليك عشان يخليكي تحس انك مميزه، وضحك عليكي اكتر وقال لك انك اجمل منها. نجح في ان هو يكذب عليكي صح. وطبعا الهدايا دي اللي انت سرقتيها خلتك تحس ان انت اجمل منها. لقيت صوتها عالي كده مره واحده وبصت لزينهم في عينيه وقالت له هو ما بيكذبش عليا. لقيت زينهم ابتدى يسخن هو كمان وقال لها ايوه اللي ما بيكذبش عليكي ده معانا في الاوضه دلوقتي. فضلت ساكته وما ردتش، وزينهم بدا يبص حواليه في الاوضه كده وهو مستغرب، وقام باصص لها تاني وقال لها هو اذاكي ولا لسه ما لمسكيش؟ وانا خدت بالي ان الهاله اللي حواليها يا جدع بدات تزيد وتوضح اكتر واكتر، كانها بتحوط عليها وبتحميها، وهي عماله ترد على زينهم وتقول له هو عمره ما هيأذيني، هو عمره ما هيأذيني. وزينهم عمال يرد عليها يقول لها هيأذيكي كده كده هيأذيكي. فجاه لقيت صوت فاطمه بقى خايف جدا وعماله تقول خرجوني من هنا انا مش عايز افضل قاعده هنا. لقيت زينهم قام نازل على ركبه وقاعد قدامها ومقرب منها كده وبيقول لها الشكل اللي ظهر لك بيه ده مش شكله، هو عمل كده من ساعه ما سمحتي له انه يبقى معاكي. وهي بدات تعيط وعماله تقول انا مش عايزه ابقى هنا، خرجوني من هنا، خرجوني من هنا. وزينهم مكمل انت ما تعرفيش هيعمل فيكي ايه، هيعمل فيكي اللي عمرك ما هتستحمليه. ومره واحده بعلو صوتها لو سمحت خرجوني من هنا انا عايز ارجع البيت. شفت يا انا انفعلت ازاي؟ ومع كلمه ارجع البيت دي يا جدع انا لقيت البراويز اللي على الحيطان كلها بتقع، وفي نفس اللحظه لقيت زينهم بيكلبش في راسها بايديه الاتنين وقعد يقول كلام بس دي انا اول مره اسمعه يعني. انا اخاطب الكيان الذي مش عارف بداخلك، امرك بالله ان تظهر نفسك، امرك بالاجابه، وكلام شبيه لده كتير يا جدع. وفجاه لقيت انوار الاوضه كلها عماله ترعش وتطفي وتولع وتطفي وتولع وكأن في زلزال حصل جوه الاوضه. وزينهم مكمل وهو ماسك فاطمه زي ما هو عمال يقول عايز منها ايه؟ رد عليا، انت عايز منها ايه؟ ايه غرضك من البنت دي؟ وفي صيغه تحدي ظهرت كده ولقيت زينهم مكمل وبيقول له اديني علامه على حضورك، امتى اول مره اتواصلت معاها؟ وانا عايز اقول له علامه ايه؟ الله يخرب بيتك ده الاستوديو كله بيتكسر، ده شقه عمري، فلوسي فين؟ فلوسي فين يا ولاد الوسخه؟ وزينهم مكمل برضه ليه البنت دي بالاخص ما فيهاش شيء مميز، اشمعنى هي؟ وزينهم برضه لسه بصيغه التحدي وقال له ايوه انا فهمت، انت بتختار الضعيف عشان تقدر عليه، شفت انت قد ايه ضعيف؟ ده انت خايف تظهر نفسك، حتى خايف لسه، اظهر نفسك يا جبان. وهنا حرفيا انا لسه كنت بقول لك زلزال، هي الاوضه حرفيا بقت زلزال بجد، لدرجه ان انا ما بقتش عارف املك نفسي. وفجاه لقيته بدا يقول دخلشت ديز جوانا اليانا دي. وفي اللحظه دي يا جدع انا لقيت عين فاطمه كلها قلبت اسود، والهاله اللي حواليها اللي انا شايفها كبرت وبقى شكلها مرعب فشخ، ولقيتها بتقول انا مش عبد لحد ودي صفتي الابديه، ابعد من وشي. في اللحظه دي لقيت زينهم قام راجع لورا ومواقف على رجله كده، ولقيته بيقول اسمك ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ لقيت الكيان اللي في فاطمه ده ولا صوتها المتغير ده بيقول العيل اللي في احلامك بيسلم عليك، قول لي كان اسمه ايه؟ يوسف. يا سلام على صوته وهو بيصرخ، وانت اللي كنت جبان ومش عارف تعمل له حاجه. لقيت زينهم في اللحظه دي اتسمر مكانه كانه هو اللي اتلبس، وعمال يقول كفايه كفايه لحد كده كفايه، وقام مصرخ بقى على صوته يا جدع زي المره الحامل، وقام قال كفايه. في اللحظه دي انا لقيت الانوار كلها رجعت وكل حاجه ثبتت وبقت زي الفل، بس لقيت فاطمه بيغمى عليها وبتقع على الارض، وزينهم كان عمال ياخد نفسه وكأن حد كان خانقه مش قادر ياخد نفسه اصلا. اللي استغربته يا جدع ان اللغه اللي اتكلموا بيها هما الاتنين كانت اللغه الارميه، واللغه دي انا عارف ان لو شيطان اتكلم بيها اصلا يبقى ده من الشياطين الحكام او الناس اللي على وضعه، ناس تقيله يعني. فشكلنا داخلين على ليله كبيره واحنا مش قدها. المهم اللي احنا جرينا على فاطمه ووقفناها كده وسندناها وهي عماله تعيط ومش فاكره اي حاجه من اللي حصلت اصلا. والغريب ان احنا لما خرجنا اهلها مش حاسين باي حاجه كانت بتحصل ولا كانوا سامعين حاجه بتحصل، واديناها لهم وبتاع وقعدوا يطبطبوا عليها وهم مش فاهمين اللي بيحصل برضه. وبعد ما خدوها ومشيوا انا قلت لمدام ساليه بكلمك. ساعتها لقيت زينهم بيقول لي بعد ما مشيوا انت مالكش دعوه بالموضوع ده نهائي. قلت له هو في ايه؟ لقيته بيقول لي انت جالك الدليل وانا استلمته خلاص، مالكش دعوه بقى بعد كده. عارف الشيطان ده لو انت دخلت عليه اوضه تاني هيعمل فيك ايه؟ قلت له عارف وعارف كويس كمان وفاهم انت بتتكلم في ايه، حتى اللغه اللي انتوا اتكلمتوا بيها انا عارفها كمان. لقيته بيقول لي انت مش بتجازف بحياتك بس دلوقتي، انت بتجازف بروحك نفسها، هياخدك وهياخد روحك وهيحطمك وهيفرض نفسه عليك، هيدخل في احزانك وفي اسوأ لحظاتك، هيبقى الشبح اللي حواليك لحد ما هياكل كل ذره في دماغك. وانا مش هبقى مسؤول عن واحد فرحان وعنده شويه فضول ومش فاهم هو داخل على ايه. قلت له بقول لك ايه، انا مش هرد عليك ولا هقول لك انا شفت ايه في حياتي، بس اللي اقوله لك انا عمري ما استسلمت، وهقول لك ان الحلم اللي جالي ده جالي انا بالاخص، جاش لحد تاني. لقيته بيقول لي ده شيء اكبر مني ومنك. قلت له انت فاكر احنا اتجمعنا ازاي؟ واللي حصل ده كله حصل ازاي؟ فكر بقى انت شويه لو انت فعلا فاهم اللي بيدور حواليك. من اخرها انسى ان انا اتراجع، اللي انا شفته ده مش هجيب ورا منه. ممكن انت تتهز انا مش هتهز،
واقول لك على حاجه كمان، كل واحد فينا يشيل مسؤوليه نفسه بقى. لقيته اتعصب كده وعمال يبص حواليه كانه بيدور على حاجه، لحد ما لقيته مسك ورقه ومسك قلم وبدا عمال يشخبط كده ويكتب حاجات. فجاه لقيته ماسك الورقه كده ومقرب مني بعصبيه وبيمد ايديه وبيديني الورقه. اول ما مسكت الورقه منه وببص يا جدع، انا لقيت الورقه مكتوب فيها اسمين، وتحت كل اسم في عنوان. اول اسم كان مكتوب الام تريزا ومكتوب عنوان تحتيها، وتاني اسم كان مكتوب الاخوات ومكتوب عنوان ملاهي كده انا عارفها. الملاهي دي كنت بروحها زمان اصلا وانا لسه عندي 8 9000 10000 سنه كده، لسه كنت غضروف يعني. خلصت قرايه الورقه يا جدع، ببص قدامي ما لقيتش زينهم اصلا، كانه فص ملح وداب. عارف يا جدع اما حد مثلا ايه يخوفك من شيء ويقول لك ما تقربش من دي او ما تاكلش دي او مثلا ما تعملش دي، بس انت من جواك في عناد وعايز تعمل كده، اللي هو انت قلت لي لا فانا هعمل ده بقى اللي كان جوايا وقتها. عارف لو شيء بعيد عن حياتي او مثلا مجهول بالنسبه لي كنت اقول لك انا هبعد ورايح دماغي، يا عم خليني في صحابي وحبايبي واللي بحبهم ومستقبلي وخلص الموضوع. بس انا حاسس ان الموضوع ده لازم اكمله. فضلت يومين عمال افكر في الكلام ده، اكمل ولا ما اكملش، انا صح ولا انا غلط، هو في ايه ولا الكلام ده هبل وانا مش قده. وفي اليوم التالت قررت ان انا اروح للاسماء اللي في الورقه وافهم في ايه بقى. وفعلا رحت الاول اسم الام تريزا. صراحه في الاول انا يعني من الاسم انا قلت انا رايح لها كنيسه، بس اكتشفت ان انا رايح لمكان للاعمال الخيريه، يعني بيساعدوا المحتاجين والفقراء وكده. المكان كان عامل زي المراكز الحكوميه كده، وحواليه جنينه مبنى من دورين، وكل اللي شغالين فيه كانوا راهبات اصلا. من ساعه ما دخلت المكان كل ما اسال اي بنت على الام تريزا عليها تقول لي ما اعرفش، كانها بتنهي الكلام اللي هو بره عني كده. لحد ما وصلت عند البوابه بتاعه المركز نفسه، لسه اخبط انا لقيت الباب بيتفتح اصلا وواحده خارجه. قلت لها لو سمحت انا كنت عايزه اقابل الام تريزا. لقيتها بصت لي بصه غريبه كده وقالت لي الام تريزا في صيام عن الكلام، مش هتعرف تعملها دلوقتي خالص. قلت لها طب معلش هو صيامها ده هيخلص امتى بالظبط؟ لقيتها رجعت خطوه لورا كده اللي هي بقت جوه المبنى تاني وتقول لي قلت لك مش هتعرف تقابلها وعايزه تقفل الباب. ساعتها قمت ساند الباب بايدي بسرعه وقلت لها زينهم اللي بعتني، انا جاي من طرف زينهم. لقيتها سكتت شويه كانها متردده كده، وبعد كده لقيتها متفتحه الباب وقالت لي كمل الطرقه دي طوالي هتلاقي باب على شمالك، الباب ده هيوديك للجنينه الخلفيه، روح هناك واستناها. وفعلا يا جدع دخلت وكملت الطرقه، وكل الراهبات وكل البنات عمالين يبصوا لي كاني حشره في وسطهم ما اعرفش ليه. لحد ما وصلت الباب خرجت بقيت في الجنينه الخلفيه. الجنينه عباره عن جنينه وما فيهاش غير هي كنبه واحده بس، كنبه اللي هي بتاعه الانتريه كده محطوطه كأن للراحه يعني. قعدت على الكنبه دي يا جدع يعني مش عايز اقول لك ان انا قعدت ساعتين مستني، وممكن اكتر كمان، يعني اكتر من ساعتين انا قاعد على الكنبه مستني. لحد ما لقيت البنت اللي فتحت لي الباب في الاول اصلا اللي ودتني الجنينه هي اللي جايه لي وبتقول لي تعالى معايا. فضلت ماشي وراها يا جدع، يمين في شمال، في طالع سلم نازل سلم، شقلب شقلباظ فاهمني، تخش الحمام تستخبى وانا ادخل حمام ونلعب خلاويص، عملنا كل حاجه. لحد ما دخلتني مكتب كده، وكان في استقبالي في المكتب ده ست عجوزه، مش عجوزه قوي يعني خمسينات مثلا، بس تجاعيد وشها بتتكلم عنها يعني، والصراحه شكلها طيب فشخ. عارف الناس اللي وشهم سمح دول تشوفهم تحس ان هم طيبين، هي كان شكلها كده. ولقيتها بتمد لي ايديها كده اللي هو اقعد اتفضل. اول ما قعدت يا جدع ضيفتني كده وجابت لي قطعه بسبوسه مع الشاي وبتاع، لحد ما بقاش غير انا وهي في المكتب اصلا. ولقيتها بتقول لي زينهم اللي بعتك اتفضل محتاج ايه؟ طلع الصراحه ما كدبش، انا ما اعرفش انا ليه هنا بالظبط. قالت لي هو دايما بيبعت لي يا متطوعين يا تلاميذ، انت ايه بالظبط؟ قلت لها والله ما اعرفش، والله حصل 1 2 3، قمت حكي لها باختصار يعني، وبعدها بعتني لحضرتك فانا مش عارف. لقيتها بتضحك كده ابتسامه خفيفه وبتقول لي فهمت تعالى معايا. قمت وفضلت ماشي وراها، وطول ما هي في الطريق كل شويه تقف مع بنت من البنات وتقعد تقول لها اعملي كذا والمفروض تعملي كذا، ودي تسالها في كذا، ولعبنا فتح يا ورده قفلي يا ورده، ولعبنا شيك على عالي وشيك على الواطي. بعد ما خلصنا المشوار يعني وصلنا لسلم كده بينزل لتحت، واحنا اصلا في الدور الارضي، يعني معنى كده ان المبنى ده ليه بدروم كمان. اول ما نزلنا تحت يا جدع انا لقيت نفسي في مكان واسع جدا كانه جراج مثلا، وكل الحيطان عليها الصليب وعليها صوره امنا مريم وهكذا. وفي نص المكان كان في 10 راهبات كده او عدد يعني عاملين دايره، وكلهم باصين في نص الدايره وعمالين يقولوا كلام بس هو ما كانش واضح لي يعني. وفي نص الدايره دي في راجل عجوز قاعد ومرفص في نفسه كده كانه خايف او مرعوب. ولقيت الام تريزا بتخبط على كتفي كده اللي هو استنى هنا، وقامت واخده بعضها وداخله في نص الدايره. ساعتها لقيت البنات كلها سكتت، والراجل اللي على الارض ده بيقوم يقف، بس لما وقف كده كان شادد طوله تحسه ان هو عافي 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 يعني عافي فشخ، وكان باصص للام تريزا كانه بيتحداها او عايز يتخانق معاها. والغريب ان الام تريزا كانت بصله نفس البصه برضه. وفضلوا يا جدع في الوضع ده شويه، وضع الكاوبوي اللي هم كانوا فيه ده، فضلوا حبه كده. بس الراجل العجوز حسيته ان هو بيبدا يضعف وصوت نفسه ابتدى يطلع، بس كان صوت نفسه خشن فشخ. ولقيته مره واحده عم صرخ وقام ضارب الام تريزا على وشها. هي خدت الضربه من هنا ولقيتها مترجعه تاني وقامت بصه نفس البصه واخده نفس وضعيه الكاوبوي تاني. وفجاه لقيتها عماله تقرب من الراجل العجوز، والراجل العجوز كانه خايف منها وعمال يرجع لورا. بس اول ما قربت منه قوي قام زيق في صدرها كده وقام موقعها على الارض.
ساعتها انا قربت اللي هو لا كده ما ينفعش انا هفشخك، بس لقيتها بترفع لي ايديها كده اللي هو خليك زي ما انت كله تمام ما تقلقش. ولقيت الام تريزا قامت قايمه من على الارض ومقربه منه تاني، ولقيتها مدت ايديها ناحيه راسه كده بالراحه، ولقيتها متسحبه راسه وحطها عند صدرها كده وبدات تطبطب عليه وتقول كلام كانها بترقيه مثلا. ولقيت العجوز عمال يزمجر بصوته جامد، عمال يزمجر بس صوته بيهدى، الزمجره عماله تهدى وتهدى كده كأن اعصابه بتهدى. وفضلوا على كده لحد ما نزلوا هما الاتنين بقوا قاعدين على الارض وهي برضه حاطه زي ما هي عماله تطبطب عليه، لحد ما نزلوا تحت خالص ولقيت الراجل قام مغمى عليه. ولقيت البنت اللي انا قابلتها عند البوابه جايه لي وبتقول لي تعالى معايا. فضلت ماشي وراها يمين في شمال، فتحي ورده قفلي ورده، وما لعبناش شيك على العالي وشيك على الواطي لحد ما لقيت نفسي عند الباب بتاع المركز، وبتقول لي اتفضل انت دلوقتي الام تريزا محتاجه يومين راحه وبعد كده تقدر تتكلم معاها. قلت لها لا والله. طب هو ايه اللي حصل جوه ده بالظبط؟ لقيتها بتقول لي يومين وهتقدر تتكلم مع الام تريزا. اللي هو ما ترغيش يا ابني انا مش هرغي معاك، انت مين يالا؟ وقامت قافله الباب في وشي اللي هو قله ذوق بقى. كنت عايز اقول لها ماشي ده انا هوريكي، بس اللي هو ايه خدت بعضي ومشيت. وفي خلال اليومين اللي هستنى الام تريزا عقبال ما اعرف اقابلها قلت هروح للاخوات اللي هم بتوع الملاهي. وعايز اقول لك بقى اللي انا رايح على اساس ان هم اتنين عواجيز بقى وشغالين شغل مكاتب وحركات كده، بس اللي اتفاجئت بيه لما رحت سالت عليهم عند البوابه لقيتهم بيقولوا لي روح الاتوبيس السياحي هتلاقيهم هناك. ايوه يعني فين الاتوبيس السياحي ده؟ خش جوه. ماشي يا عم اخش جوه. قعدت اسال لحد ما عرفت اوصل للاتوبيس السياحي. ولما وصلت للاتوبيس السياحي ده اكتشفت ان هو اتوبيس فعلا بتركبه بيقعد يلف بيك، بيبقى فيه واحده بتقعد تحكي لك بقى قصص عن الملاهي وقصص غريبه وحاجات كده وخلص الموضوع. اللي بتحكي دي بقى طلعت هي دي من الاخوات، والسواق اللي مدي على تلاتيناتي وعمال يضحك ويهزر ده برضه الاخوات، هم دول الاخوات المضيفه والسواق ده. بعيدا ان البنت شكلها مدي 18 سنه اصلا. بيني وبينك يا جدع وتكه وانا من جوايا اللي هو انت 18 ولا 20 سنه اخرك وانت 30، انتوا عارفين ايه ولا انتوا انا جاي لكم ليه؟ هو زينهم بعتني هنا ليه؟ انا عايز افهم برضه البنت وتكه. المهم اول ما وصلت عند الاتوبيس لقيت الوتكه هي اللي قابلتني، فقلت لها انا عايز اقابل الاخوات. انت بتقول لي معاك تذكره؟ قلت لها تذكره يا وتكه عشان اقابلهم؟ انت عايزه تذكره عشان اقابلهم؟ مش فاهم. انت بتقول لي اخلص يا وحش روح اقطع تذكره كلها دي او نتحرك، مش عايز تقابل الاخوات؟ يلا. المهم انجزت نفسي ورحت جبت تذكره ورجعت ركبت الاتوبيس. كل ده وانا لسه ما اعرفش مين الاخوات اصلا ولا اعرف ان البنت وتكه. المهم لقيت البنت عماله في الطريق يعني عماله تحكي عن الملاهي وعن تاريخ الملاهي وتاريخ كل لعبه، بس فجاه كده وهي بتحكي ليها تبص لي مره واحده ولاها بتقول لي انا اتولد الشيطان جوايا وعمري ما انكرت ان هي حقيقه. قمت انا مقاطعها قلت لها بس ثانيه واحده، مفيش انسان بيتولد وجواه شيطان، ايه الكلام ده؟ فجاه لقيتها بتبص لي كده اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ قالت لي محدش وجه لك كلام، تقدر تسال لو عندك اسئله بعد الجوله. فانا اللي هو سكت، هو في انت عبت يا جدعان ولا ايه؟ ولا انا اللي عبيط ولا ايه؟ بس انت وتكه. المهم بعد ما خلصت الجوله والناس كلها بدات تنزل من الاتوبيس كنت انا رايح للبنت الوتكه المضيفه دي وقلت لها بعد اذنك بس انا كنت بسال اللي انا عايز اقابل الاخوات. لقيتها بتقول لي اتفضل انا لميس، وقامت مشاوره على السواق كده قالت لي وده حماده. قلت لها انتوا الاخوات؟ قالت لي اه. قلت لها وتكه اخوات؟ قالت لي اه. قلت لها طب انا جاي من طرف زينهم. لقيتها بصت لحماده كده وبتضحك وبتقول له انا اللي كسبت الرهان يا معلم، طلع تبع زينهم. بعد كده لقيتها بصت لي وبتقول لي اتفضل يا واد اسمك ايه؟ المهم قلت لها اسمي، فقالت لي طيب انا اقدر اساعدك بايه؟ انت محتاج ايه بالظبط؟ المهم قمت انا انجزت الحوار وقلت لها بصراحه انا جاي بخصوص، وقمت حكي لها اللي حصل وقلت لها وزينهم بعد اللي حصل ده قال لي اجيلكوا يعني. لقيتها بتقول لي اوكي فهمتك، طب تعالى. قلت لها لا اتفضلي من وراكي، كنت عايز اشوف الوتكه. المهم حماده نزل من الاتوبيس وهي نزلت قدامي وانا شفت ورحنا الاوضه كده صغيره في الملاهي. معلش شفت حاجات تخليني ما اركزش فانا بقول لك اوضه وخلاص. اول ما دخلت الاوضه لقيتهم بيقولوا لي اهلا بيك في بيتنا المتواضع. انا قلت لهم معلش بس وحضراتكم ساكنين هنا؟ لقيتها بتبص لي كده كانها فهمت ان انا شايفها سنها صغير وقالت لي على فكره انا مدرسه علم نفس، ده غير ان انا دارسه وعامله دراسات في الارشاد السياحي، ده غير ان انا باحثه في الظواهر الغريبه وكده يعني. وده حماد اخويا تقدر تقول عليه مثلا مخاوي جن. ولقيتها من الضحكه ضحكه وتكات. ساعتها لقيت حماد عمال يقرب مني وعمال يبص لي عارف اللي هو ايه بيرقص دانس وهو جاي لي. بعد كده لقيته بص لها وقال لها بقول لك ايه اعتقد مش انا بس اللي مخاوي. لقيتها اتبسطت كده زي العبيطه بتقول له هو ايوه صح كده. عايز اقول لها في انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وهنا بقى انا عرفت ان حماده مش سهل نهائي. لقيته بيرد عليها وبيقول لها كلام على اساس ان انا مش فاهم مثلا. لقيته بيقول لها الحقي ده نصور بنفسه. لقيت عين لميس وسعت بقت قد طبق الفول ولقيتها بتبص لي كده. وانا الصراحه عامل عبيط وعامل نفسي مش فاهم حاجه لحد ما افهم اخرهم فين. ولقيته بيقول لي بما ان زينهم بعتك
اكيد انت لاحظت انتشارهم القوي الفتره اللي فاتت صح؟ انا فضلت ساكت وباصص له يا جدع، لقيته بيكمل وبيقول لو بصيت كويس هتعرف ان هم انتشروا الفتره اللي فاتت بطريقه ملحوظه. ولقيت لميس بتكمل لسانه وبتقول نشاط شيطاني ابن كلب بيحصل. ولقيت حماده بيكمل تحس ان هم عاملين لي فقره. ولقيته بيقول احداث غريبه بتحصل، الناس بقت تتحول من غير ما تفهم هي بتتحول ليه. الرعب بقى يدخل الناس من اقل شيء بيحصل، كأن في حد بيخوفهم من جواهم. يحصل زلزال الدنيا كلها تتقلب والناس كلها تخاف، ويبتدوا يقولوا الايمان ضعيف، ويبتدوا يأنبوا في ضميرهم. ودي خطه اصلا بشكل عكسي ان يحسسك انك ضعيف الايمان دايما، وده طبعا بسبب الدجال اللي بقى في وسطينا اصلا. ولقيت لميس بترد عليه وبتقول له لو تفتكر حريق لندن بتاع 1666. ولقيت حماده بيقول لها طبعا 3 ستات. ساعتها انا اللي وقفتهم يا جدع وقلت لهم معلش بس سيبكم من نظريات المؤامره اللي انتوا بتقولوها دي، عشان دي بالنسبه لي تفاهه. هو ذهنهم بعتني هنا عشان اسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. لقيت حماده بيقول لي الفكره ان الاحداث بتيجي ورا بعضها وبشكل سريع جدا دلوقتي، حركات حيوانات غريبه، ظواهر اغرب، زلازل. خلاص بقينا على الطرف. ابليس واللي معاه اتنفوا من الجنه، ودايما بيدوروا على مكان يستقروا فيه، ودايما بيغيروا المكان باستمرار، وده شيء معروف. ودلوقتي جه دورنا ان هم عايزين يستقروا هنا عندنا. احنا كنا الخطه الاخيره بتاعتهم. ولقيته عامل لي كده اللي هو انت مجنون ولا ايه؟ لقيته بيعمل لي كده مره واحده وقام رايح ناحيه رف كده وابتدى يدور فيه ويفتش فيه. وبعد كده لقيته مسك ملف وقام راجع ناحيتي تاني وقام رامي الملف على الترابيزه اللي قدامي وقال الظروف بقت متاحه اكتر واكتر، حاله القتل بقت منتشره، الجنون بين الناس والافعال الغير مبرره بقت اكتر واكتر، الفقر زاد، الالحاد زاد، ثقافة العنف بقت رقم 1، اللغة بالنسبة لنا بقت الفلوس، الحياة بقت رقمية ومشتتة جدا. لقيته عمال يفر في الملف كده ويطلع ورق جرايد وصور وحاجات غريبة كده. ولقيته بيكمل وبيقول لي حتى الأجيال الجديدة بقت تدعي الإيمان وهم بينهم وبين نفسهم شياطين أصلا. كل واحد قدامك يقول لك حبيبي ربنا قال، الرسول قال، ده عمل، ده ما عملش، ده غلط وده صح، بس خش جواه هتلاقي شيطان. احنا داخلين على حاجة اسمها الاستدعاء الشيطاني خلاص. سمعت عن طائفة الملائكة والعودة إلى الأراضي؟ سمعت عن الجملة دي قبل كده؟ في اللحظة دي أنا لقيت تليفوني بيرن يا جدع، ببص عليه لقيت مدام سالي اللي بتتصل. أول ما رديت يا جدع أنا لقيت مدام سالي بتصرخ أصلا، بتقول لي الحقني بنتي هتروح مني، بنتي هتموت، بنتي أغمى عليها وعمال يطلع منها أصوات غريبة، أنا خايفة والنبي الحقني. قلت لها طب اهدي بس يا مدام سالي أنا جاي لك في الطريق دلوقتي حالا، مسافة الطريق بس وهكون قدامك. لقيتها بتقول لي تعالى على مستشفى كذا احنا طالعين عليها دلوقتي هناك. ساعتها قمت مستأذن من الإخوات وقلت لهم كلامنا ما خلصش أنا جاي لكم تاني، وقمت طالع على المستشفى اللي قالت لي عنوانها. اول ما وصلت يا جدع انا لقيت مدام سالي وجوزها واقفين في اللوبي تحت الريسبشن الاستقبال تحت. اول ما شافتها لقيتها بتجري عليا اصلا وبتقول لي والنبي الحق بنتي، هات صاحبك اللي كان معاك ده اعمل اي حاجه والنبي الحق بنتي. قلت لها حاضر والله، طب انا ممكن اشوفها ولا حاجه؟ لقيتها سكتت وما ردتش كده. انا اخدت بعضي رحت عند الاستقبال وسالتهم على البنت وقالوا لي الغرفه رقم كام وفي الدور الكام. اول ما طلعت عند الغرفه بتاعتها طلبت من الممرضه اللي انا ادخل يعني عشان اقابلها. لقيت الممرضه بتقول لي انت قريبه؟ قلت لها انا اخوها. قالت لي طيب اتفضل بس هي نايمه يعني. اول ما دخلت عليها الاوضه يا جدع انا لقيت فاطمه نايمه على السرير على ظهرها، وعلى صدرها في حد قاعد ومقرفص شبه البني ادمين بالظبط، لابس اسود في اسود وهدومه مقطعه، جلده كله كانه محروق، شعره كله كانه محروق برضه ومنتش كده ومفيش غير بواقي شعر في راسه، وفي قرفصته دي قاعد باصص لها هي بس، وهي شكلها كانها بتصرخ وعماله تصرخ بس مفيش صوت طالع اصلا. وهنا فهمت ان احنا داخلين على ليله سودا، واتمنى ان انت تنزل تسيب لايك وتسيب كومنت عشان خاطر ما خلاكش تصرخ انت كمان من غير ما تطلع صوت. ماشي يا جدع حبيبي يا جدع. عايز اقول لكم طبعا شكرا على وقتكم اللي انتوا استنيتوه ده كله لحد اما انا رجعت تاني. انا اسف كان في لخبطه وخلصت. على الجحيم يا حبيبي، على الجحيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم، ديبو العصابه راجعه يومين او 3 بالكتير قوي وهتلاقي فيديو، والفيديو من كتابه مين؟ ليليا. الله يبارك لكم، خد بوسه، سلام.